أرحب أولا مشاهدي الكرام بضيفي الجليل معالي وزير الإعلام والثقافة الليبي الأستاذ عمر القويري. مساء الخير يا أستاذ عمر. يا أهلا وسهلا بحضرتك، شرفتنا ونورتنا. شكرا لك. لعل الوضع الميداني في ليبيا بخير أو على الأقل أحسن قليلا. والله أول حاجة باسمي وباسم الحكومة الليبية المؤقتة أتقدم بالتعزية للحكومة المصرية وللشعب المصري في الشهداء اللي سقطوا النهاردة على يد الإرهاب. الأوضاع في ليبيا طبعا مرتبطة ارتباط وثيق بمصر، وكل الأحداث اللي حدثت يعني من سنوات، حتى تقدر تقول يعني من 50 سنة دائما تدور يعني حول فلك مصر. العدو الإرهابي أو العدو ومن يموله يعلم جيدا أن مصر يعني قلب الجسد العربي، وبالتالي إذا طعنت مصر أو لو سمح الله سقطت تسقط معها 22 دولة عربية وتسقط معها الأمة العربية بالكامل. فبالتالي كل ما يحدث يعني بالجوار، والحديث هنا عن ليبيا هو يعني موجه بالدرجة الأولى يعني إلى يعني قلب الجسد العربي اللي هي مصر. الأوضاع في ليبيا طبعا الآن منذ أن تعافت مصر يعني تقريبا من تصحيح مسار الثورة في مصر وإعادة الانتخابات وإعادة يعني تفعيل المؤسسة الأمنية والعسكرية، تأثر تأثير إيجابي على الوضع في ليبيا. وبالتالي يعني الجيش الليبي أيضا أخذ المبادرة وقام بخطوات يعني كبيرة جدا في مكافحة الإرهاب، ويعني أقوى ممكن أو أفضل ما قام به هو يعني إعادة تشكيل المنظومة العسكرية اللي استطاع ده برغم استنزاف الكوادر العسكرية الليبية استنزافا مرعبا. يعني صفوة ضباط ليبيا اغتيلوا في منغازي. أنا هرجع لمعاليك حالا، لأنه لابد أن أطلع المشاهد الكريم على بيان المتحدث العسكري المصري بشأن الأحداث الإجرامية في سيناء. البيان بنصه يقول: نتيجة للضربات الناجحة التي وجهتها القوات المسلحة والشرطة المدنية ضد العناصر والبؤر الإرهابية خلال الفترة الأخيرة بشمال سيناء، ونتيجة لفشل جماعة الإخوان الإرهابية والعناصر الداعمة لها لنشر الفوضى في الذكرى الرابعة لثورة 25 من يناير المجيدة، قامت عناصر إرهابية مساء اليوم 29 من يناير من عام 2015 بالاعتداء على بعض المقار والمنشآت التابعة للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية بمدينة العريش، باستخدام بعض العربات المفخخة وقذائف الهاون، وجار تبادل إطلاق النيران والتعامل معهم. هذا هو نص بيان المتحدث العسكري الذي يمكنكم العودة إليه على صفحته على الفيسبوك. الأخبار التي ننقلها لكم في هذا الصدد أنه ارتفاع عدد القتلى وأعداد الشهداء كلها أخبار تأتينا من مصادر متفرقة. ما نزال في انتظار البيان الثاني الذي سيحدد ما انتهت إليه هذه العمليات الإجرامية في سيناء، وأعداد الشهداء وأعداد المصابين، وكيف تقوم القوات المسلحة والقوات الموجودة في سيناء بالتعامل مع هذا النوع من التهديدات. نحن في انتظار البيان الثاني للمتحدث العسكري المصري. معالي الوزير إليك مرة أخرى. ليبيا منكوبة بإرهاب مختلف عن الذي تتعامل معه مصر، إرهاب متعدد الأوجه والمستويات، وللأسف الشديد بعض ميليشيات هذا الإرهاب تحتل أراضٍ ليبية، وده مرعب. الاحتلال كامل تبسط سيطرتها على أراضٍ ليبية. هذا يقلق العرب جميعا. معالي الوزير، كيف تخططون للتعامل مع حالة من هذا النوع، وهل مفاوضات في جنيف تكفي لرأب الصدع؟ أول حاجة الإرهاب في ليبيا غير مختلف عن الإرهاب في مصر، لأن خلف هذا الإرهاب يعني مخرج واحد، وهو تنظيم الإخوان الإرهابي. تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي القيادة موجودة في مصر، والأذرع الأخطبوطية المنتشرة في العالم العربي هي يعني تأتمر بأمر رأس واحد. والبوق الإعلامي في الدوحة وفي أنقرة. نعم. تمويل طبعا المالي يعني هم طبعا بالنسبة لقطر أو أنقرة يعني أصغر من أن يكون لهم
عملاء، يعني هم أنفسهم يعني مجرد أدوات لعدو أكبر. ومعروف يعني في العالم عندما تسأل عن المال والإعلام يمتلكوه يعني فئة معينة من الناس اللي هم اليهود، معروف هم من يمتلك الإعلام على مستوى العالم، وهم من يمتلك المال. ما تنفقه الآن يعني بطريقة عبثية دولة قطر أكبر من إمكانياتها المالية. لو يعني يعمل عملية حسابية دقيقة تجد أن ما يتم إنفاقه أكبر من إمكانياته، وبالتالي عندما تفتش على المال دائما تجد اليهود خلف هذا المال. الوضع في ليبيا أن طبعا يتم استخدام أدوات يعني عصابات مسلحة وميليشيات وما يسمى بكتائب التوار، ولكن المخطط والمستفيد واحد. طبعا بعد هزيمتهم يعني هزيمة حتى كانت يعني هزيمة شرعية وديمقراطية في مصر، متمسكين بليبيا يعني كآخر معقل لهم في السلطة. خرجوا طبعا هم عبر الانتخابات الشرعية اللي جاءت بالمجلس النواب، ورفضوا المشاركة فيه. طبعا من 200 عضو تقريبا يعني في 6 أعضاء، أو ممكن يضاف لهم 3 يعني متعاطفين معهم، يعني 9 أعضاء من أصل 200 عضو متضامنين أو مع الإخوان المسلمين. ولا يوجد عندنا شخص واحد حتى في الانتخابات السابقة يعلن أنه عضو في تنظيم الإخوان. الجميع ينكر، وهذه تواجه أزمة في ليبيا. يعني كل شخص يعني يعلن أنه مرشح مستقل، وبعدين يعني نكتشف أنه يعني أحد كبار قيادات تنظيم الإخوان. فبالتالي المخرج والمستفيد واحد. أنا أضع خطوطا تحت أنه الشعب الليبي لفظهم نعم عبر صناديق الاقتراع. الشعب العربي كله الشعب العربي كله. الشعب الليبي يعني منذ مئات السنين منهجه في الإسلام واضح، وكل طلبة العلوم الدينية عندما يكملوا دراستهم في ليبيا في المنارة أو في الجامعة الأسمرية أو الجامعة الإسلامية السنوسية كان يتوجه إلى الأزهر الشريف. الأزهر الشريف هو يعني قبلة العالم الإسلامي، حيث يحصلون على الوطن العربي العالمية العالمية والوسطية، واللي يعني الرسالة التي ورثوها من زمن الصحابة وزمن الفاتحين يعني في الإسلام. فبالتالي مش محتاجين يعني إلى أفكار جديدة أو مناهج جديدة أو يعني حركات تعمل في الظلام. كأننا كنا هندوس ساعتك. نعم. يعني جايين يعلمونا الإسلام بالضبط معالي الوزير. نعم. فالشعب العربي عموما والشعب الليبي الآن في الانتخابات الأخيرة رفضهم، لجأوا إلى استخدام الميليشيات المسلحة. لكن الكارثة الأكبر أن في ليبيا الآن هو انتشار السلاح. أيوة. يعني ممكن يعني في بعض الدول الأخرى في تونس أو غيرها مثلا. نعم. مصيبة القذافي. هي والله الموضوع أكبر من القذافي. القذافي نفسه مجرد قزم في المعادلة الدولية. يعني لو مش فتح مخازن السلاح في أشهره الأخيرة ووزع السلاح لكن أنا قلت لك هو الموضوع أكبر منه، لأنه هو نفسه يعني يأتمر بأوامر خارجية. لأنه لا يوجد شخص عاقل يحب بلده يعني يدخل بلده في هذه الدوامة. هو يعلم جيدا أن ملفه قد أغلق، وبالتالي لن يمدد له أو يعطى فرصة أخرى، وراهن حتى على تقسيم ليبيا. ولكن أصر إلى اللحظة الأخيرة أنه يعني يستمر في المعركة والمواجهة بطريقة جنونية. يكرر نفس الخطأ تنظيم الإخوان المسلمين الآن في ليبيا. نفس الخطوات التي قام بها القذافي من تدمير وتفجير، ومثلا الاستقواء على الشعب والتهديد بالسلاح والخطف. نفس الخطوات الآن تسير، ولكن إرادة الشعب الليبي وإرادة الحياة والخيار يعني الوطني سوف يهزم أجندة الإرهاب في ليبيا. أنا هرجع لسعادتك عشان أسألك عن الخيار الوطني. ما الذي تبقى منه في ليبيا؟ لأنه إحنا بنسمع كلام مرعب عن التقسيم الحقيقة، وفكرة تقسيم ليبيا يبدو أن هي كان مخطط ليها. حضرتك تتذكر الخريطة التعيسة التي نشرت عن ليبيا 3 والسعودية 4 أجزاء؟ نعم. يعني أنا هرجع لسعادتك، لكن قبل كده نذكركم مشاهدي الكرام بما قرأتموه توا على شاشتنا. الخبر العاجل أنه الرئيس السيسي أجرى اتصالات بوزير الدفاع وبرئيس الأركان لمتابعة ما يحدث في سيناء، ووجه بسرعة وصرامة ملاحقة الإرهابيين وتصفية أوكارهم. إذن الرئيس السيسي لم يقطع زيارته، وهذا لافت للانتباه. ليه؟
لأنه مصر ينبغي أن توطن نفسها، مصر حكومة وشعبا ورئاسة وقيادة، ينبغي أن توطن نفسها إنه هذه المعركة مستمرة. المعركة دي أصبحت نمط حياة، وينبغي ألا تشغل الإدارة المصرية عن هموم مصر الأخرى. ووجود السيسي في المكان اللي هو فيه دلوقتي، توطيد العلاقات مع الأفارقة اللي هم شريان الحياة بالنسبة لمصر، مهم جدا. ينبغي ألا تنصرف مصر عن اهتماماتها الأخرى، وألا تنشغل فقط بمكافحة الإرهاب. ده أسلوب حياة، ده هيبقى شغلنا الشاغل، ربنا يسهل يعني لفترة قصيرة، لكنه مستمر، ده مستمر. إذن الرئيس السيسي وجه توجيها صارما بسرعة ملاحقة هؤلاء الإرهابيين وبتصفية أوكارهم في سيناء. معالي الوزير اتفضل. أنا آسف قطعت حضرتك، أنا كنت بسأل سعادتك الشعب الليبي كيف ينظر إلى دعاة التقسيم، وخصوصا أنه يعني بعضهم الحقيقة نياته حسنة، يعني بعضهم بيتكلم عن الطبيعة المختلفة لإقليم برق، وإنه فزان مش عارف إيه، وإنه طرابلس. يعني الشعب الليبي يقبل كلام من النوع ده؟ يعني بس حابب نعلق على التنويه اللي ذكرته حضرتك الآن حول كلمة الرئيس السيسي. أنت ممكن تربط بين الأحداث، لماذا حصلت هذه الجريمة اليوم والرئيس السيسي موجود في أثيوبيا ويؤمن شريان الحياة، تأتي جريمة إرهابية تريد أن تجبره على العودة. يا رب. بالتالي يعني استكماله انكبي على همومك الداخلية، لا تنظري إلى الخارج يا أخي. شيء مرعب الحقيقة. فبالتالي المستفيد، أنت تعرف أن شريان الحياة عندنا يعني دولة أو العدو الإسرائيلي يلعب في أفريقيا وفي منابع النيل منذ سنوات، وسط تراجع لافت ومستغرب للدور المصري، اللي كانت الدول الأفريقية في أغلبها عموما يعني تدور معه وتابعة للسياسات المصرية. اليوم عندما تتحرك السياسة المصرية لتأمين هذه المنابع، تأتي فجأة عملية إرهابية لتعيده أو كانت تريد أن تعيده. نعم. فبالتالي يجب دائما يعني عدم نقل الخبر فقط، تحليل ما وراء الخبر. أحسنت معالي الوزير، أحسنت. نعود إلى ليبيا. التقسيم سعادتك. نعم. التقسيم والخيار الوطني. طبعا موضوع لو تلاحظ أنت خلال ال10 سنوات أو ال15 سنة الماضية منذ أحداث العراق، الأحداث في سوريا، الأحداث في العراق، الأحداث طبعا الصومال من 30 سنة نسيناه. تم تقسيم السودان ونسينا قصة التقسيم. العراق يعني المشهد يومي دامي وتفجير وإرهاب. عندنا حوالي 200 قناة إعلامية تلفزيونية عراقية، فوضى يعني عارمة. كل مدينة وكل قرية وكل قبيلة وكل حزب وكل طائفة عندها فضية خاصة بها. فبالتالي لا يمكن أن يفكر العاقل أن هذا يعني بطريقة فوضوية غير منظمة. حتى من أين تدعم هذه القنوات يعني لا أحد يدري. عندنا اليوم نحن قناة ستنطلق من تركيا اسمها الرائد، مدعومة من أردوغان، ويعمل فيها تقريبا حتى موظفين من مصريين تابعين لجماعة الإخوان الإرهابية. موجهة للداخل الليبي؟ موجهة للداخل الليبي. يا إلهي. نعم. ده هم ما سابوش طبعا الوزير. نعم مستمرين. هم في قبل الأسبوع الماضي قاموا باستضافة يعني رئيس المؤتمر الوطني المنتهي صلاحيته في طرابلس، استقبال رسمي يعني رجب طيب أردوغان استقبله. طبعا تركيا يعني عندها حلم، يعني لا تعيش الواقعية السياسية. يعني من يحكم تركيا اليوم يعني مدفوعا بتراث أو بتاريخ ليس بقراءة واقعية. انت حضرتك شفته وهو بيتباهى بالحرس الامبراطوري العثماني وهو يستقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس؟ نعم. كان اصطف الحرس بالزي تحس انه فيلم سينما سعادتك، تحس انه فيلم هوليودي او مسلسل تركي حريم السلطان مثلا، حاجه الحقيقه. لكن المدهش ان هم يعني اردوغان شعبيته بتزيد، وانا يعني الواحد مندهش. مفروض انه رجل عنده النوع ده من الأوهام شعبيته السياسية يعني تقل. هو طبعا الشعب التركي في عمومه شعب بسيط، بيفكر يعني في قوت يومه.
لا يفكر في السياسة كثير. ف يعني خلال ال10 سنوات الماضية مدعوما من ألمانيا بالدرجة الأولى حصلت طفرة اقتصادية في تركيا. صحيح. لكن الملوم الأول هو غياب المشروع العربي. أنت عندما تترك يعني فراغ ومساحة تأتي قوة يعني مجاورة تملأ هذا الفراغ، إن كانت تركيا، إن كانت إيران، إن كانت مثلا الهند، أو إن كانت يعني روسيا. فالفراغ العربي هو الذي يعني جعل تكالب الأكل على القصعة العربية. فلا يمكن إلا أن نلوم أنفسنا، ولكن هذا لا يحبطنا. حتى حادثة اليوم الإرهابية في مصر هي رسالة للشعب المصري وللشعب العربي أن يرفع من جاهزيته، من التفافه، يدرك أنه في حرب ببساطة، من التفافه حول قيادته، حول الجيش الوطني المصري أو الجيش الليبي، حول التنسيق بين ما تبقى من الجيوش العربية. لأنه يعني أنت شايف مثلا سوريا منهكة وتم إنهاكها وتدميرها بالكامل، وعندنا يعني حتى تفاؤل تاريخي عندما يتحد الجيشان في الشام ومصر تنجز المعجزات. فبالتالي وتهزم أقوى الجيوش في أكثر من مرة، وكانوا حتى يتكلمون على الجيش المصري الجيش الأول والجيش الثاني بين سوريا ومصر. فبالتالي الآن محتاجين الآن في ليبيا مثلا عملية الكرامة بقيادة الفريق أول خليفة حفتر. هل رقية بالفعل؟ نعم، لأن احنا نسمع أنه هناك ما زال حديث عن ترقيته. لا، هو طبعا تم إعادة الجيش، وفي يعني صدر من القائد الأعلى للقوات المسلحة قرار ترقية المستشار يعني عقيلة صالح الترقية، ويعني إن شاء الله حيتم تعيينه كقائد عام للقوات المسلحة. نعم. الفريق أول الآن يجوز أن نخاطبه بالفريق أول. نعم، الفريق أول خليفة حفتر هو أحد أبطال حرب 73. أيوة. شارك في حرب العبور شخصيا، وحاصل على نجمة العبور. نعم. لا سيناء. نعم. يعني في سيناء التي الآن يسيل فيها دماء الشهداء مرة أخرى. وستستمر يعني هذه الدماء، لأن المعركة ما زالت طويلة إلى أن يحصل تكامل عربي حقيقي يشكل سدا منيعا، وننقل معاركنا إلى حيث ينبغي أن تكون، وليست يعني في داخلنا. يعني من الحديث عن القدس صرنا نتحدث عن طرابلس، صرنا نتحدث عن بغداد، عن العريش. فطبعا التراجع يعني العربي هو سبب. وانت لو تعرف حضرتك انه في الاغلب التنظيم الارهابي التعيس اللي بيعمل تعاسات دي مسمي نفسه ايه؟ انصار بيت المقدس. نعم، كأن المقدس يعني في عريش. بيت المقدس بيت والصهاينة اليهود هم الجنود المصريين الغلابة اللي بيموتوهم دول. سعادتك يعني الحقيقة الواحد بيحاول يبعد عن نظرية المؤامرة مع الوزير، بس دي مؤامرة، دي اللي بيحصل ده مؤامرة سعادتك. يعني لا، يعني ما المشاهد اليوم هي مؤامرة معد لها مسبقا. طبعا في كلمة جميلة جدا للإمام الشيخ محمد الغزالي رحمة الله عليه، يقول دائما يعني ليس بالضرورة أن تكون عميل لتخدم عدوك، يكفي أن تكون غبي. ولا يوجد أغبى من تنظيم الإخوان المسلمين ومن تبع ملتهم. فبالتالي يعني طبعا أشخاص أنا قبل فترة طالبت يعني من خلال تولي هذه الوظيفة بتشكيل شرطة فنية وتشكيل شرطة سياسية، لأن أصبح عندنا ناشط سياسي وناشط إعلامي يعني زي ما نقول بالهبل. يعني كل اللي كتب كلمتين في الفيس أصبح محلل. صحيح. وكل من طلع مداخلة في التلفزيون أصبح خبير سياسي. وصار يعني فوضى تصب البلبلة. نعم بالضبط. هي بلبلة متعمدة. هي بلبلة متعمدة. في بعض الدول طبعا حتى وسائل يعني أو صفحات التواصل الاجتماعي مثلا في الصين لا يمكن أن تفتح الفيسبوك إلا بموافقة أمنية مسبقة وتأخذ بطاقة خاصة تدفع تقريبا $74 مقابل أن يكون عندك صفحة فيسبوك. لأنه من غير المقبول أن تصبح يعني أسرار الدولة كلها معروضة يعني منشورة على الغسيل يعني قدام العالم كله. يعني في ليبيا وفي العراق قبله الرئيس أو المسؤول أو الوزير يوقع ورقة بعد ربع ساعة تلاقيها منشورة يعني على صفحات الفيسبوك. أنا نعم تفضل. مقاطعة مع الوزير، لكن الحقيقة الأخبار العاجلة تتوارد. الله يرحمه مراسل CBC إكسترا يقول إنه ضابط شرطة الحقيقة يعني. طب مؤقتا نغض الطرف عن الخبر اللي كان موجود على الشاشة. أنا الخبر اللي معايا بيقول إصابة ضابط شرطة بانفجار عبوة ناسفة بالقرب من إدارة تأمين طريق السويس.
معرفش يمكن لم يؤكد بعد الخبر اللي كان على الشاشة استشهاد ضابط الشرطة هو نفسه. بعد يعني زملائي ويبذلون محاولات لتأكيد مثل هذه الأخبار، وسنؤكدها أو ننفيها لكم، يا رب يكون غلط، يا رب يكون غلط. بعد قليل الزملاء يحاولون مع الاتصال بمراسلنا اللي وفاهم بالخبر. مع الوزير، أعود بك إلى مفردة الوطنية دي. عارف الوطنية لسه موجودة في ليبيا، ولا الناس بتفكر دلوقتي جهويا يعني قبليا؟ معرفش. هو طبعا أكبر دليل على الوطنية ما شاهدناه الأيام الماضية عندما يعني دعي الليبيين للمشاركة في حوار جنيف، وطبعا أنا شخصيا معترض على الذهاب إلى جنيف يعني. لكنك تأتمر بأمر حكومتك. لا يعني أنت تعترض شخصيا، لكن لا نقصد أنا يعني وجهة نظري، عندي وجهة نظر خاصة نعم. في موضوع حوار جنيف، ولكن الفرقاء الليبيين اجتمعوا وغادروا في طيارة واحدة، وقدم بعضهم للبعض الآخر اعتذار حتى عن تصريحات سابقة مسيئة، رسالة ومؤشر على أن يمكن سافروا في طيارة واحدة. نعم. اللي هو ميليشياتهم بتدبح بعض دول. نعم بالضبط، سافروا في طيارة واحدة. طب انت فسر لي والنبي مع الوزير، لأنه الواحد ممكن يجن والله. اللي هم يعني بيقول لك العشرات بيموتوا في ليبيا كل يوم، نعم. والبهوات مسافرين في طيارة واحدة. نعم طبعا. أنا وزينك وكيف أخبارك ويا حبيبي، وأكيد بيحبوا بعض، أكيد بيحبوا بعض. طبعا أنا اعتراضي أول حاجة على تدويل القضية الليبية. احنا مش محتاجين يعني لكي نلتقي أن نجلس في جنيف. تاريخيا في السابق يعني تحصل ودائما تحصل وستحصل مشاكل بين القبائل والمناطق، لكن دائما تحل عبر العرف الداخلي وتنتهي، ونعيش فترة سلام 10 سنين و20 سنة أو أكثر. لكن تدويل القضية الليبية وجلوس المشاركين النواب ورؤساء البلديات كالتلاميذ أمام الليون يعني، وهو يترأس الجلسة ويملي. أنا عايز بس أذكر المشاهد الكريم أنه جنيف السويسرية دي موجودة في دولة كان القذافي اقترح تقسيمها. نعم. كان اقترح انه الجزء الايطالي يروح ايطاليا، والجزء الالماني يروح المانيا، والجزء اللي مش عارف ايه الفرنسي يروح فرنسا، لانه سويسرا دي بلد عجيبه كده ما كانتش عاجبه القذافي. ف يعني امشي يا سويسرا. ما كانش بيحبها من ساعه ابنه. نعم. لانه ابنه اعتدى على نعم. خدمه فقبضوا عليه. ازاي يقبضوا على ابن الزعيم؟ نعم. احنا طبعا يعني في ليبيا شوف سويسرا دلوقتي اللي بتقود محادثات لمنع تقسيم ليبيا، ده من مفارقات القدر الحقيقه. لا، لم تدق ليبيا باهلها. يمكن عقد جلسات الحوار في مصراتها، يمكن عقد جلسات الحوار في البيضاء او في الكفرة او في غات. تصريح ليون او غير ليون انه لا توجد يعني مدينة آمنة في ليبيا هو تصريح غير صحيح. أنا شخصيا معترض على تدويل القضية الليبية أو حتى تدخل مجلس الأمن أو مثلا الدول الكبرى أمريكا وبريطانيا. أقصى ما يمكن أن يناقش الحل عربي داخل جامعة الدول العربية. نعم. لأنه في اتفاقيات مسبقة. والله كان في مقر جامعة الدول العربية. نعم. مش هتلاقي مكان محايد أكتر من ده. بالضبط. يعني حتى داخل ليبيا يأتي مثلا مستشارين وخبراء من الجوار العربي الأقرب فالأقرب. نعم. اللي عنده تماس مباشر مع ليبيا ومع القضية الليبية وبيتأثر سلبا أو إيجابا بالأوضاع في ليبيا. هو اللي لازم يكون مشارك أساسي. على ألا توجه الدعوة لقطر وتركيا. طبعا. أنت عارف حضرتك أنه ليبيا ومصر غابا عن اجتماع لجنة الاتصال الإفريقية. نعم. تمكنوا من طرد لأنهما اعترضا على دعوة قطر وتركيا. نعم. فالاجتماع عقد في ظل وجود قطر وتركيا وغياب مصر وليبيا. تصور اجتماع عن ليبيا في غياب مصر وليبيا، مدهش جدا. لكن طرد القطريون والأتراك بعد ذلك. هو يعني كما أخبرتك أن يعني ليبيا غير محتاجة لا مجموعة اتصال ولا مجموعة انفصال. ليبيا محتاجة إلى أهلها. إذا أردنا أن نبتعد قليلا يعني دول الجوار التي عندها
تماس مباشر. صحيح. يعني تتأثر بالأوضاع في ليبيا، الجزائر ويهمها. نعم بالضبط، تشاد، مصر. بالضبط. وحتى دول الطوق هذه يعني لها تراتبية، يعني غير متساوية. يعني العلاقة مع تشاد ليست العلاقة مع تونس. صحيح. ولو انه الجنوب الليبي دي علاقة نعم. حياة او موت. نعم. لكن نقصد يعني الامكانيات تشاد او مثلا الاوضاع تختلف عن الامكانيات في تونس. نعم. تونس مثلا دولة شقيقة صغيرة المساحة، صغيرة الامكانيات، لكن رغم ذلك تحملت تونس ولا زالت تتحمل. نعم. مليون ليبي مقيم في تونس. صحيح. آلاف الليبيين في المستشفيات التونسية. المصحات الخاصة التونسية تعالج الليبيين عبر مطاراتها وموانئها. نعم. المصحات الخاصة في تونس تعالج الليبيين بالآجل، يعني تدفع السفارة بعد أشهر. تتكلم جد؟ نعم، هذا موجود. يعني عشرات الملايين من الدولارات التزامات على الحكومة الليبية لم تسدد للمصحات. لكن العلاج لا يتوقف. لا يتوقف. والله ده تصدق بقى ما كنتش اعرف. لا، ده الواحد لازم يوجه تحية حارة لأشقائنا التونسيين. نعم. يعني بصراحة الموقف التونسي مع تغير الحكومات لكن موقف استراتيجي. نعم. كذلك الشعب التونسي يعني وفر بيئة، يعني مثلا تعرف الليبيين مستأجرين بيوت ومنازل وشقق، متعاونين معهم حتى في سداد الإيجار. نعم. نجد مثلا جارة مثل الجزائر كبرى ضخمة نعتبرها شقيق أكبر، تمتلك من الإمكانيات 10,000 ضعف مما تمتلكه تونس. لا يوجد جريح ليبي واحد في مستشفيات الجزائر. لا يوجد 20 ليبي مقيم في الجزائر. نتساءل مثلا لماذا إمكانيات العسكرية للجيش الجزائري الذي نعتبره ذخر للأمة العربية لا يقوم بدوره إلا في تأمين نفسه، في تأمين دولته. وكأن مثلا تأمين ليبيا ليس مصلحة مثلا قومية أو ليس مصلحة مثلا عربية. ونسمع تصريحات مثلا من الحين للآخر دعوة الحكومة الجزائرية وجنرالات الجزائر الأطراف الليبية المتنازعة للحوار ومثلا للحضور للجزائر للالتقاء. والإرهابي علي الصلابي يعني دائما يتردد على الجزائر بنفسه أو عبر مندوبيه. تمكنوا الحقيقة من تغيير الرأي الجزائري وأصبح متردد. فبالتالي كذلك مثل الموقف المصري، عندنا يعني ممكن نصف مليون أو مليون ليبي مقيم في مصر يعيش في نفس الظروف اللي يعيشها الليبي في تونس ويعاملوا معاملة لكن هو الفرق انه يعني انا المقارنه جاءت الى ذهني بين اللاجئ الليبي واللاجئ السوري مثلا. نعم. اللاجئ الليبي قدرته الشرائيه مرتفعه، يعني يقدر يأجر ويقدر ياكل ويشرب ويعيش وسيارات يعني قدرته الشرائيه مرتفعه غير اللاجئ السوري. فيمكن هذا هو ما يبرر انه لا توجد مشكله للاجئ الليبي في مصر خالص، لأنه قدرته الشرائية تسهل له الحياة حتى مع وجود القدرة الشرعية. طبعا نحن مثلا ما حصل في سوريا، أنت سوريا قبل الفوضى المفتعلة اللي حصلت فيها كان البلد يعني وضعه مستقر وآمن والشعب متعايش مع بعضه. نعم. ويعني رغم المطالب بالإصلاح وأحقية الشعب أن يطالب مثلا بتحسين ظروفه أو بتحسين الحريات العامة، كلها مطالب شرعية ومن حق الشعوب أن تطالب بها، لكن ذهبت في اتجاه آخر مختلف تماما، يعني 180 درجة. وبالتالي أصبح يعني من العبث الاستمرار في تدمير البلد، يعني تاريخيا يعني أصبح البلد يعني مدمر بالكامل. وممكن حتى لو قلنا احنا في ليبيا في دمار، ممكن ليبيا قادرة على البناء والإعمار، لكن سوريا إمكانياتها الاقتصادية والمالية ضعيفة. وبالتالي حتى موضوع إعمار سوريا يعني موضوع صعب جدا، قد يرهق سوريا مدة 50 سنة قادمة يعني للأسف الشديد. للأسف الشديد. هذا كل سبب تنظيم الإخوان المسلمين في سوريا، تنظيم الإخوان المسلمين في مصر، تنظيم الإخوان المسلمين في ليبيا. يعني منظمة إرهابية تم تصنيفها في عدة دول عربية بأنها إرهابية. الآن يطالبنا مستر ليون بالجلوس معها في جنيف. وأنت تعرف أحد أطراف الحوار في جنيف فتحي باشا آغا، قائد ميليشيا حطين، كتيبة حطين، أحد الذين اعتدوا وهاجموا مطار طرابلس وقاموا بتدميره. الخسائر في مطار طرابلس تقدر ب 4 مليار دولار. يا نهار اسود. من يعوضنا؟ من يدفع؟ الآن هو جالس على طاولة الحوار وتلتقط له الصور ساق على ساق ساعات. نعم. وتلتقط له صور تذكارية ويقول لك يعني الحوار وجاء يطالبون بنصيبهم من السلطة. هذا يجب أن يوضع في قفص المحكمة ويحاكم على جريمته. عندنا مدينة ورشفانة 600,000 مواطن تم تهجيرهم بالكامل، مدينة خالية بالكامل، كلهم الآن في المدارس في المدن المجاورة أو في تونس. من يتحمل مسؤولية ذلك؟
مدينة أوباري أشعلوا فيها النار. الموانئ النفطية يعني تم قصفها وإحراقها بالنار. تعاقدت ليبيا مع شركة أمريكية ب6 مليون دولار لكي تقوم بإطفاء هذه الخزانات. قبل وصول الشركة تمكن فرق الإطفاء الليبية بأبسط الإمكانيات من إطفاء الحريق. يعني في مشهد يعني من الذي يكافئ؟ الذي يطفئ الحريق أم الذي يشعله؟ طب أنا عايز أعرف يا معالي الوزير، ما هو دي يعني الكلام اللي حضرتك بتقوله منطقي وندركه ونفهمه جيدا، لكن الحقيقة إذا امتثلنا لهذا النوع من العواطف تظل عجلة النار دائرة معاليك. يعني الحقيقة أنا لا أقول لا مصالحة ولا المجرم لازم ياخد جزاءه، لكن في اللحظة الراهنة ربما يكون من الحصافة السياسية إنك تتفاوض مع دول. جيد. أنا ما قلتش ما نتفاوضش، لكن أول نقطة تغيير القيادات. يعني من غير المقبول يعني أن تجلس يعني مع المجرم نفسه. يعني ممكن احنا نقبل أن يرسلوا يعني أطراف أخرى. هذه نقطة. الآن الحديث كله في ليبيا عن تشكيل حكومة وحدة وطنية. المشكلة التي لا يريد يعني المستر ليون ومن معه أن يشرحوها للشعب الليبي وللعالم، من يعتمد هذه الحكومة؟ إذا كان قلنا مجلس النواب المشكلة انتهت. إذا الشرعية لمجلس النواب وإضافة وزير أو تنحية وزير تحصيل حاصل، ولا نحتاج إلى جنيف. يذهبوا إلى طبرق ويقدموا طلباتهم وترشيحاتهم ويمكن أن تضاف هذه الأسماء للوزارة. لكن الموضوع أكبر من ذلك، هو عبارة عن خلط أوراق، مزيد من الإرباك في المشهد الليبي، ولن يصل إلى نتيجة لأن المقدمة خاطئة. يعلمنا علم المنطق إذا كانت المقدمة خاطئة النتيجة خاطئة. وبعدين إذا شوف المصيبة، إذا ميليشيا من دول رشحت سفاح وزير، الحقيقة بهذه الطريقة لا يمكن أن يستتب السلام، لأنه بيني وبينك ثأر من الدم. أنا ما أقدرش أقبلك. في نقطة أخرى مهمة. في نقطة أخرى مهمة. نحن مثلا كطرف سياسي اليوم لا يصدر يعني رئاسة أركان الجيش الليبي أمر بوقف إطلاق النار، خلال دقيقة يقف إطلاق النار. ليهم قائد سياسي. من يملك قائد عسكري. لا، القائد العسكري ده بياخد أمره من القائد السياسي. بالضبط. يعني مجلس النواب، رئيس مجلس النواب في ليبيا هو القائد الأعلى للقوات المسلحة. يأمر رئيس الأركان. انتهى الموضوع. خلال دقيقة يقف إطلاق النار. في غرب ليبيا من يستطيع أن يكذب على نفسه أنه يقول يستطيع إيقاف إطلاق النار. أنت عارف في غرب ليبيا في 1700 ميليشيا. يا إلهي يا إلهي. من يستطيع أن يقول أن أستطيع وقف إطلاق النار؟ وصدرت حتى عنهم بعض البيانات التي يعني منها يعني البيان الشهير لصلاح بادي أنه مستمر في معركته لتحرير ليبيا من الشعب الليبي، يعني كأنه يريد تحرير ليبيا. عندما يعني يهجر مدينة مثلا عددها 500,000 بالنسبة له هذا انتصار وتحرير يعني. فالدول الغربية وخاصة بصريح القول نقول لك بريطانيا التي صنعت لنا العملاء اللي هم الإخوان المسلمين تحاول دائما عبر خطوات التفافية أن تعيد تدوير النفايات الإخوانية هذه وإشراكهم في السلطة مرة أخرى. إذا كان أملك ضعيف فيما يمكن أن تتمخض عنه اجتماعات جنيف، يبقى الأمل فين؟ الحل كيف يكون؟ الحل في المؤسسة العسكرية الجيش الوطني الليبي. نحن مطالبنا واضحة وبسيطة، وحتى جامعة الدول العربية قدمت يعني مقترحات وبيانات ومراسلات لمجلس الأمن وإلى لجنة العقوبات بأن يتم رفع الحظر عن استيراد السلاح للجيش الليبي. وليبيا بفلوسها مش محتاجة منا من حدا. ده أنا بس عايز أفكر المشاهد الكريم بمفارقة أخرى من المفارقات الليبية التعيسة. السلاح محظور على الجيش الليبي، لكن السلاح بيتدفق على الميليشيات التي تحارب الجيش الليبي. 2 أضعاف. طيارات سعادتك بتنزل، طيارات بتطلع، ساعات بيقولوا من السودان ما اعرفش، ساعات بيقولوا من الدوحه، ساعات بيقولوا من قطر ولا من تركيا. الحقيقه الواحد ما يقدرش يجزم في هذا الشأن. لا نستطيع ان نجزم. الطيارات معالي الوزير المحمله بالسلاح والذخائر بتتدفق كل يوم، لكن الجيش الليبي الشرعي ممنوع عليه السلاح. موجود عندنا هذا اللي تحكي عليه انت تقول ما نعرفش، احنا موجود عندنا بالصوره وبالصوت والله العظيم وبتسجيل المكالمات. منين معالي الوزير؟ ياتي سلاح من تركيا ومن السودان ومن قطر. يا الهي. لا يستطيع ان ينكر احد ذلك. طبعا السودان
حصل تغيير في السياسة الرسمية الخاصة به، واستقبل السيد رئيس الحكومة، وأنا كنت ضمن الوفد اللي زار السودان واستبشرنا خير. لكن في مؤسسات أمنية داخل السودان تعمل حتى بعيد عن الحكومة الرسمية في السودان، ولا زال السلاح. الطيارات الأخيرة اللي قصفت الموانئ النفطية فريق صيانة سوداني قام بصيانتها في قاعدة الجفرة الجوية التي تخضع لسيطرة الميليشيات الإرهابية. ده مؤكد معنا؟ نعم طبعا، بالاسم عندنا نعرفوه. الأجهزة الأمنية في ليبيا بعض الدول تعتقد أنها مثلا أجهزة نايمة. توجد عندنا التكنولوجيا والتقنية والإمكانيات والخبراء، لأنه تم دعوتهم بالكامل وأعادوا تفعيلهم وشعروا باستعادة كرامتهم من جديد في عملية الكرامة، ومع يعني منظومة ومعركة الكرامة، وحصلوا على احترامهم وحصلوا على الحماية لهم ولأسرهم. فهذه الأجهزة استطاعت يعني أن تخترق الاتصالات مثلا، أو تخترق الإيميلات، أو تخترق مثلا المراسلات اللي تقوم بها الجماعات الإرهابية مع الدول الخارجية. وأنا شخصيا تكلمت مع المبعوث الخاص التركي عندما زار يعني مدينة البيضاء. تفسيره إيه؟ تفسيره إيه للخراب اللي بيساهم في صنعه في ليبيا؟ أنا مش فاهم الحقيقة. لا، أنا قلت لك هو طبعا يعني تقسيم المقسم وتجزئة المجزأ، وهذا مشروع يعني كافة المثقفين في العالم العربي يعرفوه. في طرابلس الأيام الماضية قبل حوالي 10 أيام في أزمة غذاء. يعني أنت عارف، بس مرة تانية بفكر المشاهد الكريم، ليبيا دي إحدى أغنى دول العالم. يعني إذا قسمتوا ثروتها على عدد مواطنيها القليل جدا، ثروة هائلة جدا وعدد مواطنين قليل جدا، ممكن كل مواطن ليبي يشتري فيلا على بحيرة لوزان والله، وفراري فوق البيع. نعم، احنا عندكم أزمة غذاء في طرابلس. نحن محتاجين نشتري فيلا في بحيرة نقولوا قبر عون في ليبيا. عندنا بحيرات داخل ليبيا على فكرة ممكن العالم ما يعرفش. موجود عندنا في الطبيعة الجبل والبحر والصحراء، ويعني طبيعة متنوعة لو تم الاستثمار فيها يمكن أن تشكل منافس حقيقي حتى لتركيا أو لبعض الدول. وبالتالي الحل في ليبيا يجب أن يكون حل ليبي أو حل ليبي عربي، لا يمكن أن يبتعد أكثر من ذلك. وحتى الدول العربية يجب أن تدخل من البوابة الشرعية من غير المقبول أو المرفوض، حتى من دول الجوار والدول الشقيقة أن تدخل من الأبواب الأخرى الخلفية. لكن سعادتك قول لي دلوقتي لما يكون في دول تحاذيها قوى تزعم أنها سلطة وأنها تسيطر على الأرض الحقيقة، وليها عندها ميليشيات مسلحة. نعم. الحقيقة لازم يكون في حوار. يعني الواحد لا يستطيع أن يلوم الجزائريين، لا يستطيع، لأنه إذا كان غرب ليبيا تحت سلطة بعينها، طب أنا لازم أتفاوض مع هذه السلطة، لازم يكون في بيني وبينها علاقات. لا معلش، غرب ليبيا طبعا أول حاجة يعني منطقة الجبل، إذا قلنا الزنتان والرجبان وتيجي وبدر ومثلا جميل ورقدلين والقبائل هذه كلها العربية اللي موجودة، هذه كلها تتبع الحكومة الشرعية في أقصى الشرق. والله طبعا. مدينة غدامس، يعني مدينة غات، عدة مدن ليبية. الميليشيات طبعا موجودة في طرابلس وتتحرك في غرب ليبيا صحيح، وحتى طرابلس نفسها يعني في بعض المناطق محرم عليها. لا تستطيع أن تدخل إلى مثلا هذه المناطق. دول شوكة هذه القبائل برقبة كل ميليشيات ليبيا. طبعا قبائل ذات شوكة. طبعا ما فيش شك يعني. هم يعني لا يمتلكوا الحاضنة. طبعا متواجدين لكن غير مسيطرين. أنا لا ألوم الجزائر أو غير الجزائر في التواصل مع الأطراف، لكن يجب يعني على دولة الجزائر الشقيقة أن تقوم بدور على الأقل في الجانب الإنساني يليق بحجمها. يعني الجزائر تمتلك الإمكانيات المالية والموارد الاقتصادية ما يؤهلها أن تقوم بدور أكبر من هذا، أو أستطيع أن أقول لا دور يعني. صحيح. لا توجد أي بصمة جزائرية داخل ليبيا. لنبتعد عن الجانب العسكري. نعم. إذا يقولوا في محظورات يعني فليشتغلوا في الجانب الإنساني، يخففوا الضغط على ليبيا ويخففوا الضغط على تونس، لكن هذا الدور غير موجود. فبالتالي حتى كونك شريك سياسي في حل الأزمة إذا لم يكن لك دور إنساني هو غير مستساغ وغير مقبول، لأنك أنت غير موجود على الساحة. فبالتالي أطلب منهم يعني الجزائر أنا أطلب منها التقدم 3 خطوات إنسانيا 3 خطوات حتى تلتحق بركب ليبيا السائر المبتعد عنها أو بالشارع الليبي، ليس خطوة واحدة لأنها هي متراجعة. ما نوع المكاسب التي يريد الخارجون عن إطار الشرعية في ليبيا يريدون تحقيقها
كي يضعوا السلاح، مش هقول يسلموا السلاح مع الوزير، لانه دي مهمه شديده الصعوبه في ليبيا، الجميع مسلح، لكن لكي يضعوه على الاقل. شوف، في سنه 2000 اخر 2012 بدايه 2013 كان رئيس الاركان يوسف المنقوش وضعوا المؤتمر الوطني، شخصيه هزيله تابعه يعني او خاضعه لجماعه الاخوان، خصص له مبلغ 7 مليار دينار ليبيا ميزانيه، يعني تقريبا 7 مليار دولار. نعم. لم يتم استيراد حتى سياره واحده. واين ضاعت هذه الاموال الله اعلم. لو يتم يعني رفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي او تفعيل حتى الصفقات السابقه مع ممكن بعض التعديلات مع اوكرانيا وروسيا وغيرها، انا اضمن لك خلال 6 اشهر سوف يجمع السلاح من ليبيا بالكامل رغم انف هذه العصابات. بقوة الجيش الوطني الليبي. نعم. بالعصا. لأن هؤلاء المجرمين لن يسلموا أسلحتهم طوعا أو يعني إيمانا منهم بمصلحة وطنية، لأن أسهل وسيلة للارتزاق في ليبيا هي تكوين ميليشيا وكتيبة عسكرية بعنوان التوار، تقتحم وزارة، تقطع طريق، تسيطر على مثلا حقل نفطي، تعمل إضراب، ثم يعني تبتز الحكومة وتدفع لك الأموال. والمشهد مستمر، ونحن لا نتحدث يعني عن 20 شخص أو 30 أو 40، نتحدث عن آلاف الأشخاص، كل مجموعة وتنشطر دائما يعني في وضع انشطاري وتنقسم على نفسها في تكوين مسميات جديدة. كل واحد عايز يبقى قائد مع الوزير. بالضبط، أحسنت. امال ايه؟ فبالتالي انا ليه ابقى صغير؟ طب ما انا ابقى كبير. بالضبط. يعني هم حتى فيما بينهم داخل طرابلس يعني مجموعات متناحرة، وحصل إطلاق نار في قبل أيام وتم ذبح 5 من مصراتة على أيدي جماعة داعش. تم إعدام 20 عسكري ليبي كانوا مكلفين بحماية محطة كهربائية في مدينة سرت، أعدموا. الشخص اللي قتل هؤلاء الناس موجود في سجون مصراتة، وهو من مالي، إرهابي من مالي ليس ليبي. إذا كانوا يعتقدوا أن العالم أو أننا مثلا كليبيين أو كحكومة غير متابعين للوضع ولا نعلم ما يحدث في المدن الخارجة عن الدولة، هم واهمين. لأن أغلب العسكريين والإعلاميين، أنا قبل 3 أيام أو 4 أيام زارتني يعني مندوبة منظمة هيومن رايتس ووتش، قالت لي بالحرف الواحد: لا يوجد صحفي واحد في طرابلس ممن نعرفهم. اتصلنا بالجميع، كان الجميع يا إما في مصر يا في تونس يا في تركيا يا في الأردن خارج طرابلس، وقالت هذا مؤشر خطير جدا. طبعا جميع الصحف في طرابلس أقفلت بالكامل، صحيفة واحدة الشروق تصدر عن مجلس الوزراء اللي يرأس عضو تنظيم القاعدة عمر الحاسي. عضو تنظيم القاعدة رسمي. وزير الثقافة عندهم عضو تنظيم القاعدة. يا إلهي. وكيل وزارة الدفاع خالد الشريف 20 سنة في أفغانستان. أنعم وأكرم بها من وزارة مع الوزير. نعم. دي وزارة عظمى. نعم. فبالتالي المستفيد الأول والأخير ليست الميليشيات اللي هي لا تحمل إيديولوجية، هي الجماعات يعني الإرهابية، وسوف تقتتل فيما بينها. طبعا تم تدمير جزء من تاريخ وتراث ليبيا، يعني مثل ميدان الغزالة، يعني كان فيه يعني مجسم تاريخي تم إزالته. مثلا نصب الضواري تم إزالته. مسجد أحمد باشا القرمالي يعني الدعوة أنهم يقومون بالصيانة، في قبور تاريخية للحكام الليبيين قبل 200 سنة 300 سنة تم إزالتها. ده على نفس نمط داعش. بالضبط. طيب نعم. يقول لك هذا شرك. مش نمط داعش، هو داعش نفسها يعني. واصنام، لانه الناس بس متصوره انه لان المسافه الجغرافيه بعيده ما بين داعش العراق وسوريا وما بين ما يحدث في ليبيا، الناس متصوره انه يعني العلاقه، وهي الحقيقه ده نفس الممارسات. لا معلش، ابو بكر البغدادي خليفه داعش أرسل الآن أمير لولاية ليبيا الإسلامية، يا سلام، اللي هو أبو محمد الأنباري، وتم إعلانه كوالي ليبيا. وهناك بيعة في مدينة درنا لتنظيم داعش في العراق. وبالتالي يجب يعني على الخليفة. نعم طبعا خليفة. نعم. خليفة أمريكي ليس عربي. والأجندة والبرنامج هو برنامج أمريكي. لا يمكن أن يتصور عاقل أن الولايات المتحدة التي تحبس أو تحصي
أنفاس الرؤساء في العالم، تغفل على أو تراقب مكالمات أنجلا ميركل في ألمانيا. بالضبط. تغفل على تنظيم يعني إرهابي لديه آلاف المقاتلين ويتحرك بالسيارات صحيح. داخل يعني العراق أو داخل سوريا أو داخل صحيح. ليبيا. صحيح. صحيح. لكن المنظمات الإرهابية يعني يخدمون بها، لا يخدمون معها صحيح، لكن يخدمون بها، يوجهونها. طبعا في ليبيا اكتشفنا قبل فترة خلية إرهابية تأتمر وتأخذ تتلقى أوامرها عبر إيميل، لا يعلمون حتى من يرسل المعلومات، من يعطي هذه الأوامر مثلا عبر إيميل. كان عندهم وزارة سعادتك. بالضبط، وزارة يعني. شوف أنا هسأل حضرتك، وأنا عارف إنه أحيانا يكون هناك أشياء لا يصح الإعلان عنها، لكن انطباعنا انه المؤسسه العسكريه المصريه تدعم شقيقتها المؤسسه العسكريه الليبيه، ده انطباعنا الحقيقه. انا هرجع اسال حضرتك عن الموضوع ده، لكن بعد ان اذكر المشاهد الكريم ببيان القوات المسلحه المصريه فيما يتعلق بالجرائم الارهابيه التي وقعت في سيناء. هذا البيان الذي جاء على صفحه المتحدث العسكري المصري على الفيسبوك يقول حرفيا: نتيجة للضربات الناجحة التي وجهتها القوات المسلحة والشرطة المدنية ضد العناصر والبؤر الإرهابية خلال الفترة الأخيرة في شمال سيناء، ونتيجة لفشل جماعة الإخوان الإرهابية والعناصر الداعمة لها لنشر الفوضى في الذكرى الرابعة لثورة 25 من يناير المجيدة، قامت عناصر إرهابية مساء اليوم 29 من يناير من عام 2015 بالاعتداء على بعض المقار والمنشآت التابعة للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية بمدينة العريش باستخدام بعض العربات المفخخة وقذائف الهاون، وجار تبادل إطلاق النيران والتعامل معهم. البيان صدر قبل بعض الوقت، لا أعرف ما إذا كان يصح إن احنا نقول إنه تبادل إطلاق النار جار حتى الآن. يمكن العمليات انتهت، لا أحد يعرف الرقم الأدق لأعداد الشهداء والمصابين، سنعرفه فيما أتمنى بعد قليل نتيجة متابعتنا لما يصدر عن أصحاب الشأن المؤسسة العسكرية المصرية. لما هم يقولوا لنا إحنا نقول ما نتمناه أن يكون عدد الشهداء في أضيق نطاق ممكن، رغم أنه الشهيد ده هو التاج اللي على رأسنا، هو النور اللي بينور عينينا والله، وأنه أعداد الإصابات تكون خفيفة ويا رب يخفوا بسرعة. الأخبار الأخرى التي ترد أنه الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يقطع زيارة العمل التي يقوم بها للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا. الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى اتصالات مكثفة، ما يزال هناك وسيواصل أداء دوره الوطني ويشتغل على العلاقات المصرية الأفريقية، لأنه مصر دولة كبيرة لا ينبغي أن تنكفئ على نفسها حتى ولو كانت في حالة حرب، عندها هموم تانية تعملها، عندها واجبات أخرى. الرئيس ما يزال هناك يمارس دوره الوطني، أجرى عدة اتصالات بوزير الدفاع وبرئيس الأركان، وأجرى اتصالات أيضا طبعا بوزير الدفاع ورئيس الأركان للاطمئنان على سير العمليات وللتوجيه بملاحقة هؤلاء الإرهابيين وبتصفية أوكارهم، كما أجرى اتصالات للاطمئنان على أحوال المصابين. وحين يعود بعد أن يكمل مهمته الوطنية في أديس أبابا، حين يعود لكل حادث حديث، يمكن يفاجئنا برضو زي ما بيعمل باستمرار ويروح يزور أسر الشهداء، محدش عارف. يعني هذا هو مجمل ما لدينا من أخبار بشأن الأحداث في سيناء. أعود إلى معالي وزير الثقافة والإعلام الليبي. معالي الوزير، ما يمكن أن نرصده الآن أنه هناك محاولات دائبة لدق إسفين في العلاقات العاطفية بين الشعبين المصري والليبي، يعني تخطف مصريين خصوصا أقباط يا أخي، نعم، أو تنكل بطفلة، تصور، نعم، تنكل بطفلة مصرية غلبانة بنت طبيب طبعا بعد ما تقتل أبوها وأمها. دي محاولات متعمدة فيما أزعم عشان المصريين يكرهوا الليبيين والعكس كمان، عارف مين بيعمل كده؟ هم طبعا، بس نحب نقول لك ان حتى تاريخيا مصر دائما تسمى مصر المحروسه، محروسه من ربنا بملائكته وبشعبها وجيشها. الجيش المصري العظيم صمام امان للامه العربيه كلها، والازهر الشريف صمام امان للامه الاسلاميه. المؤسستين مستهدفات،
يعني بالإرهاب الفكري عندنا كتب مفخخة فكريا، وعندنا عبوات وحقائب مفخخة بالديناميت وبالتي ان تي. والله ده تعبير بديع. نعم. كتب مفخخة. نعم بالضبط. والله. فالأزهر الشريف يقوم، أو مثلا وزارة الثقافة والنخبة المثقفة في مصر في العالم العربي بمواجهة هذه الكتب المفخخة التي انتشرت في العالم العربي أو في صفحات الإنترنت المفخخة كذلك، التي مثلا تبيح القتل أو تعلم القتل أو تدعو إليه في موضوع الفتنة الطائفية. هم يعني زرعوا الفرقة بين الليبيين أنفسهم، فكيف بين الليبيين والمصريين؟ والغريب أن الشعب الليبي ده شعب ما فيهوش طوائف. نعم، هو حاجة واحدة. نعم. نقصد هم طبعا عندهم يعني مهارة، يعني فإذا كانوا قد نجحوا في التفرقة صحيح بالضبط. بين شعب متجانس زي الشعب بالضبط. الليبي، مش هينجحوا بين المصريين والليبيين. عندك حق مع الوزير. فبالتالي مصر تعاقب يعني في أبنائها لمواقفها الداعمة للشرعية في ليبيا والاستقرار في ليبيا. فيتم محاولة، طبعا تكلمت أنا حتى مع بعض المسؤولين الليبيين، يعني سمعت يعني قبل أشهر أن كانوا يحاولوا يصدروا مثلا تحذير للمصريين من السفر إلى ليبيا. أنا طبعا قلت لهم أنتم هكذا تحققون ما يهدف إليه العدو، بل بالعكس المفروض يصدر بيان بضخ مزيد من العمال والخبراء والأساتذة والفنيين بمختلف مهامهم المعلنة وغير المعلنة. هم بيصطادوهم مع الوزير. نعم. لا، في مناطق ممكن قد تكون محظورة ولا ينبغي السفر إليها، لكن بالعموم يعني مثلا شرق ليبيا وجنوب ليبيا أو حتى أقصى الغرب أو الغرب الليبي هي مناطق آمنة لا يوجد فيها مشكلة. والمصري مثلا موجود في مدينة بنغازي هو يعيش حاله حال الليبي بالضبط، يعني لا فرق، فما يطال هذا أو يطال هذا. يعني الحقيقة اتصلنا بمصريين يعيشون في بنغازي، وكانت دي الجملة وكأنه حضرتك تكررها على لسانه. هو موظف مصري بيقول لك أنا حالي حال الليبيين. بالضبط، يعني لما بيخافوا بخاف ولما بيجوعوا بجوع. بالضبط، لأنه ما فيش تفرقة في التعامل. يعني ما عندناش مثلا يعني لأن أنت عارف يعني حتى موضوع القرابات وموضوع يعني العلاقات الاجتماعية يعني وثيق جدا، فأحيانا حتى ما تستطيعش التمييز انت بين الليبي والمصري. نفس الملامح بالضبط. المحاولات اللي هي تعرفه بس لما يقول لك يا باشا تروح تعرف ان ده مصر. لا، هو ما يحتاجش يقول يا باشا، هو نفسه في بلاده باشا، يعني في ليبيا باشا. فنقصد انا التعاون التعليمي او التعاون مثلا حاجه ليبيا للاعمار او حاجه ليبيا مثلا للاطباء المصريين في ظل مثلا الظروف الصعبه اللي تعيشها ليبيا، او حاجه ليبيا مثلا لتدريب المؤسسه الامنيه. ايوه. كل العمل هذا يتم مع مصر، لكن اللي يرضينا أن مصر تقوم به عبر الشرعية. يعني لا يمكن أن تقبل يعني مصر كدولة مؤسسات أن تستضيف مثلا أحزاب أو تغلب فئة على فئة أو جهة على أخرى. يعني مصر تستقبل الجهة الرسمية في ليبيا والجهة الشرعية وتتعامل معها، تفعل اتفاقيات قديمة أو تجري اتفاقيات جديدة. لكن مشكلتنا نحن مع الدول التي تقدم المأوى للإرهابيين، أو مثلا ترسل سلاح إلى غير رئاسة الأركان، أو مثلا عندنا مثلا قناة فضائية ليبية ميزانيتها من رئاسة أركان القوات القطرية، قناة ليبيا الأحرار، تمولها رئاسة أركان الجيش القطري. ده مؤكد مع الوزير؟ نعم، هذا معلن حتى علنا، هم لا يخشون ذلك يعني أو لا يخافون من ذلك. يا إلهي. فإذا كان عندنا قناة ممولة من يعني رئاسة أركان الجيش القطري، وقناة ممولة من المخابرات التركية، وقناة ممولة، فهذا يعني مشهد لا يمكن أن تقبله ليبيا. يعني وعلى الدول أن تكون منتبهة وحذرة. هم بيراهنوا على إيه؟ هم بيراهنوا على إنه إرادة الشعب الليبي ستنكسر. بالضبط. خليفة يعني حفتر هيروح بيتهم. بالضبط. والنواب دول هيمشوا، وإنه الفوضى دي ستلتهم ما تبقى من الجسد الليبي وسيستمر الحال على ما هو عليه. هم بيراهنوا على كده. صدقني يا نهار اسود، ده رهان تعيس جدا. صدقني ان انت بتراهن على هلاك شعب. نعم. ينفع كده؟ ينفع حد يراهن على هلاك شعب مع الوزير؟ حساباتهم خاطئة، وليبيا ليست لقمة سائغة وسوف تغص حلوقهم بكلمة ليبيا. لا يمكن ليبيا أن تبتلع. يعني مهما كانت هذه الدول كبيرة، هي ليست كبيرة أمام الشعب الليبي. الشرعية الوحيدة
للشعب الليبي. الشعب الليبي هو الذي يحدد المسار والاتجاه. بنسبة كم يعترف بحكومتكم؟ خلينا نبقى صرحاء. نعمل استفتاء. احنا موافقين. خلينا نعمل استفتاء مع ضمانات دولية آمنة، استفتاء سري غير معلن وبالرقم الوطني، واحنا قابلين بالنتيجة. إذا لم يحصل مجلس النواب على 90% أنا أضمن لك أن مجلس النواب يستقيل. والله العظيم. والله العظيم. طيب ما الفكرة دي تطرح في جنيف. تطرح في على بشرط أن يمتثل لها الجميع. تطرح في طرابلس، تطرح في طبق. أنا موضوع جنيف بشرط أن يمتثل لها الجميع. لا يوجد جميع. الأطراف الأخرى الجالسة في جنيف لا يعني رئيس المؤتمر الوطني هذا نوري أبو سهمين لا يمتلك السيطرة حتى على الطاولة التي يجلس عليها. ومثلا وزير الإعلام عندهم ضرب مرتين وطرد من مكتبه خلال أسبوع. رئيس حكومتهم الإرهابي ده عمر الحاسي يمارس عمله في مقر أو مكتب المؤسسة الوطنية للنفط، لا يستطيع دخول مقر رئاسة الوزراء في طرابلس لأن ميليشيات تسيطر عليه. فبالتالي يعني تتفق مع من أو تحاور من أو تعقد صفقة سياسية مع من يعني. الفريق أول خليفة حفتر في حوار صحفي نادر له قال للBBC أنه هو لا يتمنى نقل المعارك إلى طرابلس. نعم. الحقيقة ما فهمته من كلامه أنه يتمنى حل سياسي، أنه لا يريد أن يستخدم العصا الثقيلة الحقيقة، لكنه هو قال أنه الحل العسكري ممكن، احنا الجيش الليبي قادر. نعم. لكنه لا يتمنى أن يمزق طرابلس. الحقيقة كلام وطني، ده كلام ناس وطنيين يا أخي. نعم. طبعا الفريق أول يعني خليفة حفتر عندما تحدث على مدينة طرابلس لكونها العاصمة ولكون ثلث سكان ليبيا يعيشون في العاصمة، لا يريد أن يروعهم. شفت يا أخي؟ بالضبط. ولكن كان حتى حواره مع ليون كان حوار واضح، ولأول مرة ليون يوضع في حجمه الحقيقي. طبعا كان ليون يناقش من جانب سياسي، فقال له أنا رجل عسكري، الخلاف السياسي والنقاش السياسي لا علاقة لي به. أيوة. بل القانون يمنعني من النقاش فيه. يا سلام. فأنت نقاشك يعني يذهب مع مجلس النواب أو مع الحكومة أو مع الأطراف السياسية. نحن كمؤسسة عسكرية لا علاقة لنا بالموضوع. الراجل ده كويس فعلا، الواحد بس بيخاف يكون مخدوع. الراجل ده رجل جيد والله. شوف الجيد والسيء يعني مفهوم متعدد. يعني الجانب المتضرر منه قد يقول لك رجل سيء، والجانب المستفيد قد يقول لك جيد. لكن بإمكانك أن تدخل يعني إلى الفيسبوك في ليبيا وتجري حتى يعني بحث بسيط جدا أن تجد بروفايل الأطفال والنساء وحتى النخبة المثقفة، أن الصورة الشخصية للمستخدمين تجد صورة خليفة حفتر. ولا يمكن أن تجد صورة عبد الحكيم بالحاج أو الإرهابي بشاغة. هذا يدل على رمزية معينة يعني. طبعا يجب أن يكافئ ويشكر، ولا مطالب شخصية لديه أنه يعني أعاد لنا الأمل في استعادة ليبيا. نحن في لحظة ما كنا قد وصلنا إلى نقطة أن ليبيا ضاعت. هلك الليبيون. نعم. سمعنا هلك الليبيون. وانطلقت هذه العملية وأعلن هذا على العلن وتحمل المسؤولية بإمكانيات يعني تكاد تكون معدومة. نعم. اليوم يعني من الحديث يعني عن تراجع الحكومة والميليشيات التي كانت تسيطر يعني 700 حادثة اغتيال خلال سنة في بني غازي. السنة اللي هي 2014 الآن ممكن 3 عمليات. يعني 2013 من 700 حالة إلى 3 عمليات. فبالتالي مؤشر. طبعا في ضريبة كبيرة في شهداء الجيش، في ضريبة كبيرة في مثلا البنية التحتية، لكن الموضوع الأهم هو إعادة الأمل إلى الشعب الليبي. صحيح. حتى الليبيين اللي في الخارج أو حتى المحسوبين على النظام السابق هم متفقين على دعم الجيش الليبي وعلى دعم عملية الكرامة يعني. صحيح. وهذه طبعا نقطة يجب استثمارها، لا يجب مثل الالتفاف عليها. يعني يجب دعم المؤسسة العسكرية الليبية والمؤسسة العسكرية العربية بشكل عام يعني. وهذا يعيدني إلى موطن السؤال. كما قلت لك معالي الوزير، أحيانا هناك أمور يعني يكون من الحرج أن نشير إليها بوضوح وصراحة، لكن
الانطباع العام السائد انه مصر تدعم الجيش الليبي الوطني، وانه هذا الدعم متعدد الاوجه، وانه مصر تستطيع ان تكون هي الظهير لهذا الجيش في معركته، معركة حياة وموت بالنسبة للدولة الليبية. يعني اللي نقدر نقوله لك ان الجيش المصري والجيش الليبي واحد، ويواجه عدو واحد، يسير في مركب واحد، وخياره في مكافحة الإرهاب واحد، وهو الحسم العسكري. بالضبط. التفاصيل لا داعي للخوض فيها يعني. والرسالة واضحة. والمشاركة عندما قلنا مثلا أنه الفريق يعني خليفة حفتر شارك في حرب العبور، هي رسالة واضحة طبعا جدا أن معركتنا واحدة يعني. طبعا. فإذا شارك هذا الطرف هنا أو شارك هذا الطرف هناك لا يعني أي شيء، لكن الأهم والنقطة الأهم هي أن هذا التعامل هو عبر المؤسسات الشرعية. أيوة. هذه النقطة الأهم. حتى مثلا الأشقاء في الإمارات أو في السعودية أو في الأردن أو في أي دولة عربية أخرى، إذا أرادوا حتى تقديم مساعدة إنسانية، ممنوع وغير مرغوب أن تقدم أي شيء بعيد عن الحكومة. يجب أن تدخل من الباب. مرحب بك في بلدك وبين أشقائك. صحيح. لكن أن تتعامل مثلا من أجل تكوين يعني نفوذ داخل ليبيا، دعم أحزاب معينة أو دعم شخصيات معينة لتصل إلى السلطة، هذا أمر مرفوض يعني، غير مقبول، ومشروع فاشل يعني، محكوم بالفشل، لأن الشعب الليبي عنده حساسية كبيرة جدا تجاه التدخلات الخارجية. والعلم حضرتك، أنا هقول لك، لأنه أنا عشت في ليبيا لسنوات وأعرف الشعب الليبي جيدا. لو أنه حدث يعني دخول عسكري أجنبي بأي شكل من الأشكال، ستجد هؤلاء المتقاتلين ستجدهم يتوحدون لقتال المحتل الأجنبي أوتوماتيكيا. نعم. عارف يعني، أنا عارف الحكاية دي، هم الليبيين كده. نعم. وفعلوا ذلك أيام موسوليني. احنا غير محتاجين، احنا غير محتاجين للتدخل الأجنبي. نحن فقط نريد رفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي، وبفلوسنا حنشتري السلاح. طيب حتى صدقة مش محتاجين. طيب إذا كانت آمالكم ضئيلة جدا في ما يحدث في جنيف، لماذا ذهبتم؟ لماذا ذهبت حكومتك؟ لا، هو طبعا الحكومة هي جزء من مجلس النواب، ومن ذهب هو مجلس النواب وليست الحكومة يعني. مجلس النواب ذهب لكن ضمن ثوابت أعلنها في بيان رسمي مختوم. هذا البيان يعني يحدد فيه عدة نقاط. النقطة الأولى وأهمها هي أن المرجعية الشرعية هي لمجلس النواب. والنقطة الثانية والحكومة المنبثقة عنه. النقطة الثانية مكافحة الإرهاب. فبالتالي ضمن هذه الثوابت نحن كحكومة أو أنا كشخص يعني لا يوجد اعتراض لدينا، لعلمنا يقينا مسبقا أن الطرف الثاني لن يعترف بهذه المفاوضات. لكن هي فرصة جيدة، لقاء الليبيين والفرقاء الليبيين مع بعضهم مهما كانت النتائج ضئيلة يبقى مؤشر جيد على أنه يمكن الالتقاء. ربما يعود أحدهم إلى صوابه. نعم، يعني يمكن الالتقاء. فإذا كان يمكن الالتقاء في جنيف، لماذا لا يلتقون في إجدابيا؟ بالضبط. لكن المهم هنا أنه الحكومة الشرعية ليس لديها ما تخاف منه. بالضبط. تروح. نعم. عارف، ولديها ثوابتها زي ما معاليك قلت. نعم. تروح وتشوف الناس دول عايزين ايه. والحقيقة أنا مرة تانية بس لحضرتك، هم عايزين ايه؟ يعني أنا مش عارف، سأعرف منك يا سيدي، أنا آسف، لكن نعم. دعني أقرأ على مشاهدينا الكرام ما ورد إلينا من غرفة صناعة الإعلام. هذا البيان يقول إن غرفة صناعة الإعلام إذ تنعى شهداء تفجيرات شمال سيناء وتدعو بالشفاء العاجل للمصابين، فإنها أي الغرفة تذكر الشعب المصري الأصيل بمقولة الرئيس السيسي قبل رئاسته للدولة بأن رجال الجيش والشرطة يتلقون رصاص الغدر فداء لأبناء الوطن الشرفاء. تحيا مصر ويبقى شعبها حرا متماسكا ضد الإرهاب. كلام الرئيس السيسي الذي جاء في هذا النعي من غرفة صناعة الإعلام المرئي والمسموع المصرية. كلام السيسي قبل رئاسته للدولة وخلال رئاسته للدولة، ده كلام السيسي الثابت، والكلام الذي يعرفه المصريون جيدا يعرفون. وهذا أذكركم بما بدأنا به هذه الفقرة التي خصصناها لتغطية الأحداث الإجرامية في سيناء، الأحداث التي ربما يقال الكثير حول تفاصيلها، لكننا نأبى إلا أن ننتظر أصحاب الشأن
ننتظر المؤسسة العسكرية المصرية في بياناتها المتتالية، وقد قرأنا عليكم مرتين البيان الأول التي ستطلعنا دون شك وفي القريب العاجل على مجريات الأحداث، كم عدد الشهداء وكم أعداد المصابين، وما الذي يفعله الجيش المصري الآن في مواجهة هؤلاء الإرهابيين الذين قاموا بهذه الجرائم الأليمة. المؤكد مشاهدي الكرام أنه الجيش المصري والشرطة المصرية فيهما من القصور والنواقص ما يوجد في الشعب المصري، لأنهما إفراز من الشعب المصري، من قلب الشعب المصري. نحن نعي ذلك جيدا، لكننا نقول أنه في هذه اللحظة التي تحارب فيها الدولة المصرية إرهابا أعمى، إرهابا جبانا، إرهاب لا يستنكف أنه يقتل الأبرياء بغض الطرف عن انتماءاتهم، في هذه اللحظة الاصطفاف مع الجيش المصري والشرطة المصرية هو الموقف الوطني الوحيد المتاح، غير ذلك خيانة، غير ذلك خيانة رغم وعينا بالنواقص والقصور. مع الوزير هانذا أعود إليك مرة أخرى، ما الذي يريدونه هؤلاء الذين يتقاتلون في غرب ليبيا وفي جنوبها وشمالها؟ ما الذي يريدونه؟ هو طبعا كما أخبرتك يعني الهدف هو يعني السلطة والمال. قبل يومين تم نهب جمعية الدعوة الإسلامية التي يترأسها عضو تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي عبد العزيز الخوجة عبر يعني صفقات مشبوهة. تم سرقة قصور الضيافة الخاصة بها بالكامل، تم يعني اختلاس حوالي 10 مليون دينار ليبي، إلى أن أجبر المصرف أو البنك على تجميد حسابات الجمعية، لأنه يعرف أن هذه الشيكات يعني لا تذهب إلى الجهات الطبيعية الخاصة بها، تذهب إلى يعني أفراد أو قادة ميليشيات. وبالتالي مسلسل السرقة والسطو على البنوك أو على الوزارات أو على الممتلكات مستمر. ما تم إهداره خلال 3 سنوات من أموال في ليبيا لم يهدر حتى خلال 40 سنة، والمشهد مستمر. التنظيم الإخوان العالمي يعني كان يخطط أن يحول ليبيا إلى بيت مال الإخوان المسلمين لكي تمول مصر بيت الرجال. نعم. وليبيا بيت المال، متقسمة اهي بالضبط. يعني فكان عندهم خطة أنه يحولوا ليبيا. طبعا حتى وجدنا بعض المستندات يعني أنه يرفعوا إنتاج ليبيا. بيت الرجال أنا أقصد أنه نظرا للكثافة السكانية الكبيرة، عشان نعم لا كلامي غلط يعني. لا هو مقر الخلافة عندهم ومقر الدولة اللي يخططوا لها في القاهرة بالتأكيد يعني. لكن المستندات اللي مثلا نحن طلعنا عليها انه كان يخططوا الى رفع انتاج ليبيا من النفط من 1.5 مليون برميل الى 3 مليون برميل. وسيتم تخصيص 1 مليون برميل لدعم نشاط التنظيم فقط داخل مصر. فقط داخل مصر، يعني ايراد 1 مليون برميل من النفط سيتم ضخه لدعم الجماعة داخل مصر، يعني تقوية القيادات وتقوية المؤسسات وشراء الذمم، ويعني التوغل داخل مؤلفة قلوبهم والكلام ده، ما سعادتك عارف. بالضبط. يعني ارفع عدد الأعضاء لما يبقى شوف الغم اللي بيحصل في الشوارع المصرية ده. بالضبط. تتصور لو كانوا اشتروا قيمة 1 مليون برميل لمدة 2-3 يومي. ده لمدة شهر يكفي. مش 2-3. هم طبعا حتى في ليبيا الآن في طرابلس لما قلت لك في أزمة غذاء يمارسوا في مخطط يعني إرهابي. أقفلوا الدخول السلع والمواد الغذائية من الحدود الليبية التونسية من يوم 18/1 حتى تحصل موجة غلاء وموجة نقص في السلع. من الجانب الليبي هم أقفلوا. نعم، الجانب الإرهابي الليبي لتسيطر على الميليشيات حتى يتمكنوا من إخضاع الناس ومساومتهم بلقمة العيش. كذلك رفعوا يعني سعر الصرف. الدينار الليبي قيمته هبطت بشكل كبير. الصادرات المركزي هناك طبعا هم سايقين المركزي. صادرات النفط الليبية مع تراجعها حتى وإن كانت هي الآن في الحد الأدنى، لكن قادرة على توفير الاحتياجات الداخلية ولو بشكل يعني محدود للأشياء الأساسية. نعم. فهذا التنظيم الذي يستخدم العملاء والأغبياء في ليبيا وفي عدة يعني دول أخرى
لن يتورع عن إحراق ليبيا بالكامل شرقها وغربها، ولن يخرج بالسلطة بالسهل يعني، لا عبر مفاوضات ولا عبر حوار ولا عبر انتظار شرعي لجولة قادمة في الانتخابات. طيب فعلوا ذلك في تونس معالي الوزير، يعني جماعة النهضة التونسية الغنوشي قالها بوضوح وده كان مذهل، قال تونس قبل الجماعة، تونس قبل الحزب، أنا أنزل عن السلطة لكن تونس لا تحترق. طيب ما هو ده إخواني كمان. نعم. ليه الإخوان اللي عندنا غير كده؟ ليه؟ هو طبعا بالنسبة للغنوشي عاش 20 سنة في بريطانيا. التعليمات الإنجليزية في تونس مختلفة عن التعليمات في ليبيا وفي مصر. تونس يعني كما أخبرتك وضعها الاقتصادي لا يحتمل أي فوضى. يعني لو حصلت فوضى داخلية مثلا 3 أشهر في تونس تنهار الدولة بالكامل. فبالتالي هو يعني حاسب حساباتها بشكل جيد، ليس من جانب وطني ولا من جانب يعني إحساس بالمسؤولية ولا من جانب حب الخير لتونس. ونصح كذلك هو نفسه نصح حتى الإخوان في ليبيا أن يقوموا بنفس الخطوات هذه. طبعا عندهم في البرنامج والمخطط الخاص بهم يسموه التمكين. التمكين هذا يعني أنك أنت تظهر للناس هذا الوجه الذي يعني أنت متفاجئ به، ولكن في حقيقة الأمر يعني الثعلب موجود في الداخل ينتظر الفرصة المناسبة وينتظر الوقت، يعني مجرد مرحلة من مراحل الخطة. بالضبط. ولكن النهاية كارثية لأن المقدمة كارثية. النتيجة مرتبطة بالمقدمة. لا يمكن أن يعتقد إنسان أن التيارات الدينية الراديكالية بمختلف مسمياتها يمكن أن تنتج لنا نتيجة التي يرغبها الشعب في دولة مدنية، دولة ديمقراطية، دولة مؤسسات، دولة القرن ال21 يعني. صحيح. لأن العقول نتاج ما تقرأ. نحن عقولنا نريدها أن تقرأ ثقافة اليوم وعلوم اليوم، علوم الإنتاج والدواء والبناء، لا عقول مثلا كتبت قبل 5000 سنة. لكن معالي الوزير أنا ذا أتحول للحديث إليك كمثقف عربي، نحن أتحدث هنا عن الأمة العربية، مغروس فينا الحقيقة التحفظ تجاه الآخر، يعني يمكن تاريخيا كده نظرا للحملات الصليبية انه الكتلة العربية الإسلامية دي كانت في صراع مع الغرب الفرنجة يعني، وكانت عرضة للهجوم والاحتلال لفترات طويلة. مع الوزير احنا عندنا توجس من الآخر، خوف منه، دي ثقافة دينية ولا دي ثقافة عرقية حضارية؟ والله يشوف حاجة بالنسبة للآخر يعني من هو الآخر؟ إذا قلنا الخواجة، لا معلش، إذا قلنا العالم المسيحي، المسيحية نحن صدرناها للعالم، يعني نحن أولى بالمسيح منهم. المسيحية مشرقية طبعا. بالضبط. فبالتالي لا يوجد آخر. إذا ما تحدثنا من ناحية دينية، اليهود يعني ما موسى ابن مصر طبعا، يعني إبراهيم ابن العراق، وقس عليها يعني باقي الأديان السماوية كلها نزلت في بلادنا، بلاد العرب، بمختلف المكونات العربية. هي هذه البيئة التي عاشت مع الأنبياء الذين أرسلتهم السماء. فالآخر من الناحية الدينية لا يوجد، لأننا نحن الآخر. الآخر إذا كان بالمسمى العرقي لم يأتي إلينا حاملا رسالة، إنما أتى إلينا حاملا المدافع والسيوف والرماح. فبالتالي يعني النظرة لهذا الآخر الذي يعني لنا معه تجربة مريرة، عندما أتوا كرحالة مثلا واتضح أنهم جواسيس، عندما أتوا مثلا إلينا كأطباء اتضح مثلا أنهم يعني مجرمين مثلا، قاموا مثلا بأشياء باغتيال مثلا بعض الشخصيات التاريخية والسياسية المؤثرة. لكن من يعيش بيننا الآن، لو أنت جيت تشوف مثلا مصر تعيش فيها أعراق من اليونان، من تركيا، من الشركس، من مختلف، من بلاد فارس، صحيح، من مختلف القوميات، صهرهم المكون المصري أو ذابوا في نيل مصر يعني، وأصبح الجميع مصري. نفس الشيء ليبيا، أنت الآن قبل قليل تقول أن ليبيا مثلا مكون واحد،
لكن لو هي يمكن اساءة التعبير متجانس. لا لا نعم متجانس. لا هو صحيح في النظرة العامة أنه يعني شعب واحد ولا يظهر لك الاختلاف، لكن لو تريد أنت مثلا أن تجزئ يمكن تجزئته عرقيا ولا في العرق العربي التام في الشمال والعرق الزنجي موجود في الجنوب. نعم موجود الأمازيغي وموجود الأمازيغي طبعا موجود عدة يعني قوميات. لكن لماذا هذا التجانس؟ لأن الجميع يعني ارتضى بالسقف ليبيا، بالسقف الوطني مهما اختلفت يعني الجذور، لكن الانتماء هو لمكون أو لهوية اسمها ليبيا. فالجواب عندما تقول لها أنت من أين؟ يقول لك أنا ليبي. يكفي ليبي وكفى يعني. النظرة هذه أن المجتمعات العربية منغلقة والمجتمعات الغربية منفتحة نظرة غير صحيح. أنا نقول لك أن الشعب الليبي أو الشعب المصري هو أذكى بمئات المرات من الشعب الأمريكي. ممكن أقول لك أن الشعب الأمريكي أجهل شعب في العالم. لكن النظرة لو حضرتك قلت لي كده أقول لك أنه ده تعميم. لو حضرتك قلت لي لا أنا نقول لك أنا نقول لك كده لأن ما يسوقه الغرب عن نفسه مخالف للواقع الذي يعيشه. وبإمكانك أن تقوم أنت بجولة في الولايات ال50 وتشاهد المواطن الأمريكي. ستجد مواطنين يعيشون في ولايات لا يعرفون حتى رئيس دولتهم. يعني ليست الحقيقة ما يتم بثه في هوليوود يعني بالشكل الجميل والبيوت المعشبة والسيارة اللي في الجراج هذا أمر غير صحيح يعني. ما هو غير صحيح طبعا معالي الوزير، لكن نحن ننظر إلى الدول بقياسنا لما تفرزه من اكتشافات علمية، من منجزات تكنولوجية. نعم. طبعا القوة العسكرية داخلة في الموضوع، القوة الاقتصادية داخلة في الموضوع، الثقافة والإعلام نعم. كنفوذ وقدرة على بسط رؤية بعينها للعالم على الكوكب بأسره، ده كمان داخل في الاعتبار. فبهذه الطريقة الشعب الأمريكي الذي أفرز كل مواطن القوة دي بالتأكيد شعب قوي. يعني الناس تنظر تحسبها بهذه الطريقة مع الوزير. لا حسبة خاطئة. طيب ما أنا أقول لك بقى الوجه الآخر من الحسبة. الشعب الليبي، الشعب المصري، الشعب العربي عموما لم ينتج شيئا من ذلك في لحظة انكسار، في لحظة ضعف. فبالطبيعة أقول إنه متخلف. نعم. أقول إنه أقل معرفة. أقول إنه عنده مشكلة دنيوية وإنه لازم يواجهها ولازم يحلها. ولا إيه رأيك؟ لا معلش، احنا لازم نفرق الأمة العربية والحضارة الإسلامية يعني حكمت العالم 1000 سنة وأكثر، وبعدها ابتلينا بالاحتلال الذي يريد إنتاجه مرة أخرى. الاحتلال التركي. العثمانية قعدوا 500 سنة هم السبب في البلوى اللي احنا فيها. بالضبط. والله مع الوزير. نحن يعني في ليبيا مثلا كان يعني تبنى في المدن يعني قلاع وظيفتها تجبي الضرائب من الناس وترسل للباب العالي. بالضبط. لم يقوموا بإنشاء أي شيء. في مصر عملوا إيه؟ في مصر أخذوا كل مفكر ومثقف وبيعرف يقرأ ويكتب وصنايعي ماهر من صناعية الخط وصناعية الخشب وصناعية خدوهم كلهم ودوهم الأستان. نعم. جرفوا البلد. هذا صحيح. فحصل لنا يعني 400 سنة أو 500 سنة من الجمود. فنحن ضحايا يعني ولسنا متنجنات. نعم. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن العقل العربي يعني حتى في التصنيف العلمي هو من أذكى العقول، وبالتالي يعني ما اعرفش ده تعميم عنصري مع لا يعني تصنيفات معلش في تصنيفات علمية. احنا زينا زي الناس معالي الوزير. يعني ليه احنا اذكى من الافارقه مثلا جنوب الصحراء؟ بأمارة ايه؟ لا مش بأمارة ايه معلش. مثلا تأثير البيئة، مثلا العقل الروسي يصنف أنه أذكى العقول. العقل البشري ده مين صاحب التصنيف؟ انا لا في حذر جدا معالي الوزير. نعم. من التصنيفات العرقيه لا هو بسبب البيئه مثلا. مثلا الحراره المرتفعه مثلا تسبب مثلا نوع من الخمول او الكسل. البروده تسبب نوع من النشاط. هي امور يعني بيولوجيه. المنطقه العربيه يعني منطقه معتدله في كل شيء، حتى في اشكال الامه العربيه يعني هي اشكال معتدله. يعني في اللون ليست مثلا شديده البياض ولا شديده السواد وهكذا. يعني احنا مش ندعو الى التمييز او التمايز، ولكن لسنا اقل. انا مع سعادتك كده. نعم. نحن يا سيدي ممكن نعبر بشكل اخر نقول لك لسنا اقل ولسنا اعلى ولكن مختلفين. يعني عندنا تمايز، خصوصيه.
وخصوصية يعني جميلة وخصوصية مميزة. ما يعيبنا هو غياب المشروع فقط. يعني نمتلك الموارد الاقتصادية والموارد الطبيعية. يعني الدول اللي تحكي عليها أنت هذه عبارة عن أحجار في الماء. يعني تعتمد على نهب الثروات مئات السنين من الاحتلال. نهبت الهند، نهبت أفريقيا، والعبودية معليك. نعم، يعني حتى الموارد الطبيعية وإلى الآن تنهب يعني في أفريقيا، الألماس ولا النفط. دي سوءة عظمى الحقيقة. يعني الوصمة الكبرى اللي هم خلاص أفلحوا في أنهم يخلونا ننساها، أنهم كانوا بيستعبدوا الأفارقة. هو الآن حتى الاستعباد من نوع آخر موجود يعني للأسف. كوزير الإعلام مع الوزير في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها الدولة الليبية، كيف تدير الآلة الإعلامية الليبية؟ يا رب تكون آلة مزيتة يعني سليمة تساعدك. لا والله في حقيقة الأمر يعني نعاني أزمة. لأن البنية التحتية والمقرات الرسمية للإعلام الليبي موجودة في العاصمة، في المناطق الأخرى غير موجودة. أنا أيضا وجه رسالة الآن لوزير الإعلام المصري، وزير الداخلية المصري. الحكومة الليبية تمتلك قناة الساعة في مدينة الإنتاج الإعلامي هنا. نعم. عندنا فيها إشكالية قانونية، أنها يعني مسجلة بأسماء أفراد ليست بأسماء الحكومة. عندنا حتى قضية مرفوعة ضد هؤلاء الأفراد. أطلب من السلطات المصرية، من رئاسة الحكومة، من رئاسة الجمهورية، أن تتدخل للإسراع في تمكين الحكومة الليبية من الاستفادة من هذه المقرات. لماذا لم يقدم هذا الطلب في القنوات الرسمية بين دولتين؟ وتم تقديم يعني لماذا يحتاج وزير لأن يطرح مشكلته فضائيا؟ ليه ما طرحهاش على وزير الخارجية المصري؟ بطبيعة الحال أنا لا أتخاطب مع وزير الخارجية، لكن خاطبت اليوم مثلا الدكتور جابر عصفور في لقاء مع وزير الثقافة. في المرة الماضية يعني زرت المنطقة يعني الحرة ومنطقة الاستثمار، قابلت الأستاذ أسامة رئيس المنطقة، لكن في بطء في الإجراءات. في قرار حتى من المحكمة، قمنا بتكليف محامي. يعني نحن محتاجين بشكل عاجل للمساهمة لتفعيل قناة الساعة التي سوف توفر تقريبا 200 فرصة عمل للجانب المصري. وقناة الساعة دي هتكون صوت ليبيا ضمن أصوات أخرى موجودة، ولكن يعني السياسة المتوقعة لهذه الفضائية هتكون إيه؟ رسمية تبع الدولة، تمثل الحكومة. اللي هو نسائلك أنت عنها طبعا. طبعا. فبالتالي يعني حتى لو توجد بعض العوائق القانونية، في تعليمات من السيد رئيس الجمهورية في مصر أن يعني يتم تمكين الجانب الليبي الشرعي لضمان يعني نجاحه وضمان يعني مثلا وصوله إلى كافة المؤسسات يعني في ليبيا. معالي الوزير، إن لم تكن هناك عوائق قانونية لا نعرف عنها شيئا، فهذا طلب نراه وجيها، بل نرى تحقيقه ضروريا في هذه اللحظة الصعبة التي تمر بها ليبيا. على الأقل نقف إلى جوارهم إعلاميا، على الأقل مع الوزير. نعم. لا هو حتى العوائق القانونية في تعليمات من السيد رئيس الجمهورية بتجاوز كل هذه البيروقراطية. ما هو في أمر رئاسي الرئيس يقدر. نعم. الرئيس دستوريا يقدر أنه يتجاوز. نعم. في أوامر يعني من السيد الرئيس أنه يعرف المرحلة والظرف الطارئ والأزمة اللي تعيشها ليبيا. وكما أخبرتك أن الوضع في ليبيا والوضع في مصر يعني مرتبط ببعض. طب لماذا تقفون أمام يعني قناة فيها مشاكل زي الساعة؟ لماذا لا تفتحون قناة؟ قمنا الآن مثلا في مدينة البيضاء بإنشاء قناة، وفي مدينة طبرق بإنشاء قناة ليبيا الوطنية وليبيا رسمية. فضائيات ولا أرضيات؟ فضائيات. لا فضائيات. لا توجد قنوات يعني محلية داخلية في ليبيا. ولكن الوضع مثلا عندنا أزمات انقطاع الكهرباء بشكل كبير. عندنا مثلا أزمة في الاتصالات. الحقيقة زمايلي بيقولوا لي دلوقتي انه يبدو انه لديهم خبرة بقناة الساعة، انه البنية التحتية للقناة ممتازة ولديها مكتبة كبرى. نعم. حاجة يعني طيب دي حاجة جميلة. نعم. لا القناة يعني يمكن أن تنافس، وأنا قادر خلال أسبوع على تفعيل هذه القناة. ولكن في لغط كبير يعني في الشارع الليبي، وحتى اتهامات مثلا للحكومة بالتقصير. صار لها 4 سنوات مقفلة وتصرف. ده المعدات تبوظ معالي الوزير. المعدات والدولة تصرف عليها في ميزانية.
يعني دولة مخصصة لها ميزانية. ده انت سعادتك ان شاء الله حين تحل هذه المشاكل انت محتاج صيانة تستمر فترة، ما تقدرش تقول في اسبوع، المعدات دي بتخرب. لا هي الوضع احنا يعني على يعني اطلاع عليه، وفي نفس الوقت الامكانيات يعني في مصر وفي مدينة الانتاج هي امكانيات ضخمة وكبيرة بالامكان، يعني خلال لان الكادر البشري والفنيين والفرق الفنية بمختلف التخصصات موجودة. هايل يعني هايل. فبالتالي يعني ممكن نقول لك القناة في مصر زي الشقة المفروشة، يعني عبارة عن تحتاج إمكانيات مالية وبالإمكان إطلاق قناة في أسرع وقت. نعم. وهذه حتى يعني ميزة ممكن غير موجودة في المنطقة كلها يعني. صحيح. لأن الكادر البشري أهم عنصر للنجاح. فنعاني من وضع يعني ضعيف نسبيا مقابل الآلة الإعلامية اليهودية المدعومة لقناة الجزيرة والقنوات الأخرى. الأموال اللي تضخها يعني تضخها إسرائيل، ولا يمكن يعني حتى في وضعنا الطبيعي مواجهتها، فكيف بالوضع الغير طبيعي؟ بالضبط. ولكن مع ضعف أدائنا المواطن يثق فينا ويثق في حكومتنا، فبالتالي دائما إذا الإدارة المصرية ما وقفتش معاكم على الأقل إعلاميا والله دي تبقى حاجة يعني مدهشة جدا. خلينا أقولها بوضوح مع الوزير، يعني أترجم كلامك كده، إذا كانت قطر وتركيا بيصرفوا على فضائيات مضادة للدولة في ليبيا، فعلى الأقل مصر تقدم هذا العون الإعلامي للمؤسسات الشرعية في ليبيا، يعني على الأقل أقل نعم. من ذلك الحقيقة يبقى يعني أمال يعني يبقى تشدق، يبقى احنا بنتشدق بالأخوة وبالعلاقات لا هو موجود التعاون وموجود يعني المساعدة. لا كذلك حتى الدعوة يعني مفتوحة لكافة القنوات المصرية أن تفتتح لها فروع في البيضة أو في طبرق أو في المدن الليبية، أو تقوم بزيارات. نحن نستطيع توفير يعني كافة الإمكانيات والتسهيلات والإجراءات ومساعدتهم في أداء التغطية الإعلامية، لأن محتاج أنا أن صوت الحكومة يطلع طبعا. فكافة القنوات المصرية دعوة لها يعني الآن رسمية أن تتقدم للسفارة الليبية. يوجد يعني ملحق إعلامي تقدم طلب برغبتها للتوجه إلى ليبيا، حتى المعدات والفرق الفنية موجودة عندنا، التصوير والربط المباشر والأجهزة مثلا موجودة موجودة، يعني محتاج فقط عنصر أو اثنين من القناة، مراسل ومعد مثلا يمكن أن يقوم بتغطية الأوضاع في ليبيا مثلا مدة أسبوع أو مدة. طيب ترتب لنا لقاء تلفزيوني مدته ساعة كده أو في حدود الساعة مع الفريق أول حفتر. والله طبعا لا احنا نسافر له طبرق، نسافر له بني غازي كما يشاء. هو طبعا يعني لا استطيع ان لا ده مجرد طلب. نعم. رجاء. لا يعني ان شئت ما استطيع سهلته لنا يعني. نعم. يكون كويس. ما استطيع توفيره. هو يعني اللقاء بالمؤسسة الحكومية. نعم. يعني مقام السيد رئيس الحكومة عبد الله الثني يمكن ان اضمن لك حتى غدا تستطيع تعمل معه لقاء وانت موجود هنا. يعني هو موجود في مدينة البيضاء، يعني لقاء بالاقمار الصناعية. ده هايل. او اي مسؤول اخر في الدولة الليبية اللي هم الوزراء. خلاص معالي الوزير انا يعني ساخطر زملائنا في فريق الاعداد. صار لنا الان فرع في مصدر اتصال وزاري في الشقيقة ليبيا، فلا تترددوا في طلب العون من معالي وزير الثقافة والإعلام. لكن الحقيقة أنا كان سؤالي لمعاليك تصوراتك إيه عن السياسة الإعلامية لليبيا الجديدة؟ منفتحة وحرة، ولا أنت شايف أن الحرية دي تستجلب معها فوضى ربما لا تحتملها ليبيا؟ الكلام ده إيه رأيك؟ والله شوف طبعا خلال 4 سنوات شاهدنا انفجار في الحريات على مختلف المستويات. تم تعطيل بعض المؤسسات العامة حتى البنوك أو غيرها أو محطات كهرباء أو محطات وقود بعنوان الإضراب أو بعنوان الحقوق أو بعنوان الحرية. الإعلام كان له نصيب مثله مثل باقي المؤسسات. خلال 4 سنوات وزارات متعاقبة لم يتم يعني سن قوانين تنظم العمل الإعلامي. أنا خلال 60 يوم أنجزت
مسودة قانون تنظيم العمل الإعلامي، وقمنا بتقديمها للبرلمان الليبي. ده أنا يهمني جدا أطلع على المسودة دي معالي الوزير، لأنه أنا محتاجين واحدة في مصر ضروري. لا مصر عندكم فقهاء دستوريين يعني يستطيعوا صياغة قانون في يوم يعني. نستنير بخبرة حضرتك. تفضل. لا أنا على استعداد أن أرسلها ليك يعني. يشرفني جدا. لكن الآن الكرة في ملعب مجلس النواب حتى يصدر التشريعات في خصوص تنظيم العمل الإعلامي. ملامحها إيه معالي الوزير؟ والله في نقطة مهمة، وهي رقم واحد أنه يمنع ويحظر استخدام اسم ليبيا في القنوات الخاصة. ده يعني ملكية سيادية. مش ممكن تعمل قناة خاصة مثلا تسميها مصر الحرة ولا مصر لا. ده ملك خاص للدولة. أيوه سميها زي ما تحب أنت. تصدق فكرة مدهشة دي. نعم دي رقم واحد. الدولة تحتكر اسم الدولة بالضبط. فده اسم سيادي ممنوع أنك أنت تستخدمه تجاريا يعني. في هذا ملمح ومطلب، وإن شاء الله حيصدر تشريع بالخصوص يعني. وبالتالي باقي القنوات رسالة لها اليوم أنها تعدل يعني من أسمائها قبل حتى أن يعني إصدار القانون. في يعني مثلا موضوع التمويل، أنه على أي قناة يعني فضائية تمارس نشاط إعلامي أن تفصح بشكل دقيق ومفصل عن مصادر تمويلها. نعم. ويمنع منعا باتا، ويعاقب القانون على التمويل الأجنبي الغير ليبي. فأنت عارف أنه الإعلام بيسموه محرقة الفلوس يعني، محرقة المال. لا يمكن لقطاع خاص بسيط يعني ومحدود أن يمول قناة. يعني دائما ابحث يعني عن التمويل الخفي. وأحيانا قد يكون حتى لو بشكل إعلانات أو بشكل دعاية لعمل يعني غطاء أو تمويه. مدهشة الحكاية دي. أيوة. فبالتالي يجب التنبه على الموضوع ده. تمويل وطني فقط. طبعا هذا أمر يعني لأن أمر يمس الأمن الوطني والأمن القومي يعني. لكن أنت عندك تجارب، مثلا مدينة الإنتاج الإعلامي في دبي، مدينة الإنتاج الإعلامي في الأردن، مدينة الإنتاج الإعلامي في مصر، مفتوحة لإنشاء قنوات من خارج الحدود بتمويل من خارج الحدود. هذه تجربة أيضا مع لا مش تمويل هذا. هذه يعني توفر البيئة المناسبة للعمل. لكن الآن مثلا في مصر لو تأتي قناة تبث مثلا ضد ليبيا لا يمكن أن تمارس عمل يعني. توجد قوانين حتى داخل المدينة نفسها تمنع ذلك يعني. أو التحريض على العنف بشكل عام، أو تحريض ديني أو تحريض طائفي. لا يعني في كافة المنطقة العربية يعني، في حتى في الإمارات أو في الأردن يعني، إذا ما قدمت أنت الدلائل ضد أي قناة حتى غير ليبية تغلق. أنا كليبي يعني يتخذ إجراء فيها. البث عبر القمر مثلا صناعي النايل سات وغيره يعني يمنع أن يتم يعني فيه الإساءة مثلا أي دولة عربية أو هذه موجودة أصلا. الإساءة شغالة لا معلش، ليس عبر القمر نايل سات. هي في الاتجاه نفسه لكن ليس عبر القمر. يعني أنت كمشاهد ممكن تعتقد أنها هي عبر القمر، لكن حقيقة هي لا تشترك في القمر يعني. أقمار قريبة وفي نفس الاتجاه. أنا شخصيا قابلت اللواء أحمد أنيس وتحدثت معه في الموضوع، وأخذت كافة التفاصيل يعني حول الأمر يعني. قال لي أنا عندي تعليمات يعني رسمية ورئاسية مباشرة يعني بمنع أي يعني قناة أو وسيلة إعلامية تبث من خلالنا تسبب الضرر يعني لكافة الدول العربية، زاد عليها يعني ليبيا يعني بالخصوص. فقال هذا أمر ممنوع. وتأكدنا بالفعل، احنا تتبعنا الموضوع. تبث بعضها تبث حتى من سلوفينيا وبعضها من قبرص. أيوة يعني دول مختلفة عبر أقمار رخيصة اللي هي أقمار الدعارة وأقمار كذا. نعم. لكن استغلوا مثلا النطاق ال7 هذا أو كذا، بحيث في نفس اتجاه النايل سات يمكن أن تعمل بحث وتطلع القناة يعني. يهمني أعرف تصور حضرتك ليه الذراع الإعلامية للإرهاب قوية جدا ونافذة؟ ليه؟ يعني الحقيقة يبدو كده أنه الكتلة العربية خسرت معركتها الإعلامية مسبقا أمام الإرهاب. تبص تلاقي فقرة اليوتيوب، كليب اليوتيوب اللي مطلعينه الدواعش ياخد 1,000,000 مشاهدة، 2 مليون مشاهدة. في زعيم عربي لو طلعت الكليب بتاعه على اليوتيوب ياخد 2 مليون مشاهدة بالله عليك. لا معلش هذه برضو تابعتها أنا شخصيا. تفضل. هذا الموضوع تابعناه. الآن مثلا تنظيم الإخوان في ليبيا عندما ينشر يعني مقطع
مثلا كلمة معينة أو يوتيوب معين أو حتى فضيحة مثلا عنوان ضد أحد خصومهم السياسيين، تلاقي مثلا 700 لايك أو 1000 لايك زي ما بتحكي أنت، أو 10,000 أو 20,000. خلال تتبعنا احنا وجدنا أنه في جيوش إلكترونية تابعة للتنظيم في مصر وفي السودان وفي دول أخرى، وظيفتها يعني مجرد ما ينزلوا حاجة وبالتبادل يعني يعملوا لايكات. فأنت كمواطن مثلا في ليبيا تقول ده ذائع الصيت بالضبط، هذا منتشر في ليبيا وتجي أنت برضو تفتح. أيوة. لكن لو تتبع أنت اللايكات هي لما نقولوا مثلا في 1000 لايك يأتي من مثلا من السودان، هم ليس 1000 شخص يعني، هم ممكن 100 شخص ب 100 حساب وهمي بالضبط. فهي يسموها طبعا في الفيسبوك الغرف السوداء. الغرف السوداء هذه لها يعني إدارة ومجموعات عنقودية، يعني حتى التعليقات مثلا في ليبيا التعليقات مثلا السلبية حتى مثلا ضد مثلا المصريين، مثلا تلاقي مثلا ليبي يدخل الصفحات المصرية بعنوان ليبي وباسم ليبي يشتم مثلا مصر، لو تتبع انت الموضوع بتاعه تجده مجند عن عمد يعني، او العكس مثلا مصري يدخل الى صفحات ليبية بالضبط، او مثلا ليبي من الشرق ضد ليبي من الغرب، ليبي من مصراتة ضد ليبي من الزنتان في اغلبها. وبعد ذلك طبعا لما هم يأسسوا البنيان ينجر المغفلين والاغبياء ويدخلوا في معركة تم افتعالها، يردوا طبعا بالضبط. زي المصري بيشتمني بالضبط. هم يعني ينجروا ويقعوا في فخ نصبه لهم يعني. واغلب هذه الصفحات والغرف السوداء، وانا يعني ادعي اني احد المتخصصين في الكمبيوتر، انها ثبت من اسرائيل. يا الهي. نعم. وحتى صفحات اسلاميه، انا اعلم ان في صفحات باسم مدينتي انا من مدينه مصراتة لا علاقه لمصراتة به، هي تبت يعني من خارج ليبيا. حتى يتم يعني ضخ مزيد من الكراهيه ومزيد من الفوضى، مزيد من الارباك، مزيد من الاجرام، مزيد من حتى العنف. ممكن تفهمني ليبيا اللي حكمها القذافي 40 سنه كيف نمت فيها بذور الشيطان دي؟ الحقيقه نحن لا نعرف انه للقذافي ميول متأسلمة، القذافي يمكن عدو المتأسلمين، ولا احنا فاهمين غلط؟ هو عدو الاسلام اصلا يعني انا ما احبش اقول كده، لكن ما الذي حدث وجعل ليبيا، مصر احنا عارفين تجربتها وعارفين تجربة السادات وكيف ضرب اليسار بالإسلام السياسي، عارفين الحكاية، لكن ماذا حدث في ليبيا جعل بذور الشر تنمو إلى هذه الدرجة؟ ليبيا في الأساس أنا كما أخبرتك يعني تاريخيا المنهج فيها هو المنهج الفقه المالكي والمنهج الأزهري. حتى الكتب التي تدرس في ليبيا هي نفس الكتب اللي تدرس في الأزهر. نعم. كتب واحدة. وبالتالي عندما يدرس الطالب في ليبيا في أي مرحلة يسافر الأزهر ويكمل دراسته إكمال طبيعي. كان في عدة مؤسسات دينية مهمة، كان مثلا جامعة الإمام محمد بن علي السنوسي في مدينة البيضاء أقفلها القذافي. كان في مثلا معهد القويري الديني في مدينة مصراتة، وآخر مدير له كان الشيخ عبد الحميد شاهين من علماء الأزهر، يعني أزهري ومصري، كان مدير المعهد في مدينة مصراتة. كان عندنا مثلا الجامعة الأزمرية. كل هذا في فترة من فترات الظلام تم إقفاله من القذافي. بالتالي يعني صار فاصل زمني كبير، يعني 20 سنة أو 25 سنة يبحث فيه الشاب الليبي عن منابع للإسلام. العصور المظلمة دخلكم في عصور بالضبط يعني وعن عمد. يعني حتى مثلا مدينة تشاد، دولة تشاد، كان فيها الدعاة السنوسيين التابعين للحركة السنوسية كانوا مسيطرين على المدينة روحيا، ولا يحتاج حتى الدخول في معركة عسكرية. نعم. ولكن طبعا وكانت الحركة السنوسية تشكل سد منيع حتى مثلا ضد دعاة التبشير المسيحي الغربيين. تم يعني ضرب الحركة السنوسية والقضاء عليها في مدينة الجغبوب عاصمة الحركة، وهدم المنارة والمسجد. ده هو؟ نعم هدم القذافي. نعم. وبعد ذلك تم إغلاق الجامعة في مدينة البيضاء، الجامعة الإسلامية اللي هي جامعة الإمام محمد بن علي السنوسي جد الملك. أنا هرجع لسعادتك، لكن زملائي يبلغونني بأن معالي وزير الإعلام الأردني السابق صالح القلاب
ينضم إلينا الآن عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان. وسعدت مساء معالي الوزير. نحن حديثنا ويشرفنا فيه معالي وزير الإعلام والثقافة الليبي السيد عمر القويري هو عن الطريقة التي يمكن أن تساهم بها كتائب الإعلام العربي وكتائب المثقفين العرب في هذه الحرب المحتدمة. الحقيقة ربما لا يعي المواطن العربي لكنها حرب كل يوم مع الإرهاب وخصوصا الإرهاب المتأسلم. كيف ترى ذلك معالي الوزير؟ تحياتي لأخي العزيز ولكم. وأنا بخاف من قصة الكتائب. اشمعنى الكتائب؟ التعبير الذي جاء على لساني معالي الوزير لا أقصد أي إشارات غامضة يعني. طيب معلش. شوف اليوم انحرقت قلوبنا بالهجوم الإرهابي على جيش مصر. نعم. وكأنه في ثأر مع جيش مصر على كل ما بذلوا والشهداء اللي قدمهم من أجل القضية الفلسطينية. كأنه في ثأر تاريخي لا يوجد في مصر ولا قرية ولا مكان إلا وفيه شهيد خلال سنوات الصراع مع إسرائيل. نعم. نعم. ما الذي يستهدف الجيش المصري؟ مصر، واعتقد انه اخي العزيز من ليبيا الحبيبة، ليبيا التي نعتز بتاريخها وبشعبها العظيم، انه يوافقنا على هذا. لا توجد عروبة بدون مصر على الاطلاق. مصر هي عمود الخيمة العربية باستمرار. من الذي يستهدف مصر وجيش مصر الآن؟ نحن نعرف انه حاضنة الارهاب الذي الان يضرب في ليبيا والذي يضرب في مصر ويضرب في مناطق اخرى هم الاخوان المسلمون. على رؤوس الاشهاد بدنا نقول. يجب ان نقول عالية حتى الناس تعرف لمن يعمل هؤلاء الذين يضربون الآن الجيش المصري وفي مصر هم الذين يضربون في ليبيا. والذين يمولون الإرهاب في ليبيا هم الذين يمولون الإرهاب في مصر. وحاضنة الإرهاب في ليبيا هي نفس حاضنة الإرهاب في مصر. نحن الآن أمام مواجهة تاريخية. مستهدف الناس في عروبتهم. زورونا العروبة من خلال الانقلابات العسكرية. كل الانقلابات العسكرية التي تمت زورت لنا العروبة. القذافي زور العروبة، وحافظ الأسد زور العروبة، وبشار بن بادو زور العروبة. الأخوان استكملوا عداء مطبق للعروبة. ولذلك أقول حقيقة ليبيا دولة رئيسية بالمنطقة. أنا بختلف مع كل الذين يقولون. أنا أتمنى لو نجحت فكرة السنوسي، الانتقال السلمي، العمل السلمي، العمل الرائع الجميل، العمل الحضاري اللي وحد ليبيا، اللي لم يجعل ليبيا 3 دول حال دون عود. هذا الآن التركة اللي تركها القذافي، التركة السيئة واللي استلمها الإخوان المسلمون، ومعهم أقول لك بكل صراحة معهم تركيا وبعض الدول العربية. هم الذين الآن يسفكون دماء الشعب الليبي ويسفكون دماء الشعب المصري ودماء جيش مصر العظيم، جيشنا كلنا، جيش مصر العظيم. لماذا يبدو معالي الوزير أن لهؤلاء لهذا الفصيل الكعب الأعلى إعلاميا؟ لأنه في وسائل إعلام بالأساس تشكلت من أجل هذه المهمة. قيمت هذه المهمة في وسائل إعلام أنشئت من أجل هذه المهمة، وخصصت لها مئات الملايين من الدولارات معالي الوزير. أنا بدي أحكي لك كان مستشارهم ديفيد كمحي. وأنا ما بحكي كلام مثل زمان أحمد سعيد، لا بحكي كلام صحيح وموثق ومعروف. شيء مدهش الحقيقة. معالي الوزير، يبدو أن هناك قدر كبير جدا من خيبة الأمل
في إدارة الحكومات العربية لهذه المعركة الإعلامية، وأنا لا أعرف هل هذا له علاقة بتدني المستوى الحرفة التلفزيونية، الصنعة التلفزيونية في مؤسسات إعلامية كبرى تديرها الحكومات إدارة مباشرة؟ ينبغي مثلا أن نعهد لقطاع خاص محترف بإدارة هذه المؤسسات، ولا تصور حضرتك إيه؟ يعني أنا كنت وزير إعلام، كنت وزير ثقافة. يعني أكثر إعلام فاشل هو إعلام الدولة الرسمي. أنا أحكي لك بوضوح، أنا حتى لما كنت وزير إعلام، إعلامنا الرسمي كان فاشل. يجب أن تعطي مساحة للشعب يكون هو جزء من هذه المواجهة. إلى ما يعود فشله معالي الوزير؟ يعود فشله لأنه معلب. أنت فرق بين ما تاكل سمك الطول من البحر وبين ما تاكل علبة سردين. صحيح. هذا معلب، هذا لا يفيد ولا الناس تسمع وماخذه موقف منه. وحقيقة انه ليش؟ انا بحكي لك ليش. لانه كان اعلامنا كله بروباغندا، كله عبارة عن وسائل ردع ودق طبول وعزف موسيقى كاذبة لتسويق مواقف رسمية غير صحيحة، ولذلك الان نحن ندفع الثمن. حتى الاعلام، لو اعلامنا الاردني والمصري واللي بدك اياه، شايف الاعلام الرسمي حتى لو يتكلم شيء موضوعي وحقيقي وفعلي فقد مصداقيته من زمان، فلذلك الناس تبتعد عنه. الحل ايه معالي الوزير؟ وانا بسال سعادتك السؤال ده، وبعدين ساشكرك شكرا جزيلا، وهرجع اسال نفس السؤال لمعالي الوزير الليبي. الحل ايه اذا كان الناس قد فقدوا نهائيا ثقتهم في الإعلام الذي تديره الحكومة في كل الدول العربية؟ الحقيقة اتفضل معاليك. مع الوزير. أنا؟ أيوة فندم. أيوة فندم، الحل إيه؟ طبعا أنا حكيت لك. إيه الحل؟ ما أنت حضرتك شخصت عمرك وكم عمر الأخي الحبيب الوزير الليبي. أنا كان قصدي أسأل حضرتك شخصت الوجع. إعلام الرئيس عبد الناصر الله يرحمه وصوت العرب في ذلك الوقت. كنا نسمع ونطلع للشارع، لكن شيء غير صحيح اللي وإعلامنا احنا المملكة الأردنية الهاشمية نفس الشيء. أيوه. ولذلك أنا أقول لك شيء، نترك الإعلام للشعب، خلي الإعلام الشعب مش على طريقة القذافي. مش على طريقة القذافي. أمال على أي طريقة معالي الوزير؟ على أي طريقة طيب؟ كل وزير على طريقة مهنية صحيحة. القذافي كان يعتبر نفسه هو الشعب والشعب هو، وجايب كل جلاوزته واللي يقمعوا الشعب. انا والله لا اعرف. انا لصديق زمان قديم الشويهدي كان وزير اعلام، وكنت جو صديقي عندك بالاستوديو يعرفه. انا لا اعرف وين هو، ان شاء الله يكون في وضع جيد وكويس. كنت اقول له هذا الكلام، كنت اقول له هذه الابواق العربيه يجب ان تنتهي، وعلينا ان نسلم هذه المادة الخطيرة جدا اللي هي الإعلام أهم من وزارة الدفاع، وزارة الإعلام. والله. الدفاع. شايف؟ ولذلك يجب أن نسلم هذه المهمة للشعب، الناس الطلائعيين في الشعب، الناس اللي يمشوا مع حركة التاريخ، الناس المتطورين. يعني اليوم أنت وأنت تحكي كنت أفكر بالتغييرات اللي بالمملكة العربية السعودية. نعم. قلت الآن دخلت المملكة العربية السعودية القرن ال21. اليوم لما شفت عادل الطريفي، هذا الشاب الصغير، الشاب الخريج من أهم الجامعات الأمريكية والبريطانية، يحمل درجات عليا ومارس ممارسة صحفية مهمة. اليوم استلم وزارة الثقافة ووزارة الإعلام. قلت اليوم يدخلوا الآن القرن ال21. ولذلك أنا أقول إذا استمرينا اعلام البروباغندا والدعايه حتى لو حكى شيء صحيح، حتى لو حكى حقائق لا يصدقه احد. صحيح. احكي لك شيء، تفضل. احكي لك شيء. كنا لما نسمع خبر نقول انتظروا الاذاعه الاسرائيليه حتى نعرف الصحيح.
يعني ان الكريديبيليتي اعطيناها المصداقيه اعطيناها للاذاعه الاسرائيليه لانه لم يكن يفرق الاعلام. واعتقد انكم اذا كنتم على الاقل قريبين من العمر، اني انا بلغت من العمر عتيه. متعك الله بالصحه، متعك الله بالصحه. اذا كنتم بهذه المرحله كنا اعلامنا لا نثق فيه، ننتظر الاذاعه، وللاسف والعدو كان يفوتنا بالسندويشه اللي هو يودينا اياها 1000 سم وسم، صح. وبعد ذلك نبلعه لأن ما كنا نصدق إعلام. شكرا جزيلا لمعالي وزير الإعلام الأردني السابق صالح القلاب، ومتعك الله بالصحة وطول العمر يا سيدي. معالي وزير الإعلام والثقافة الليبي عمر القويري، أنهكناك في هذه التغطية المتصلة، لكنه حوار أنا أشرف به والله يا سيدي. أنت عربي مثقف ومستنير ووطني، ووطني في زمن الحقيقة الوطنية فيه أصبحت يعني أصبحت كالشعرة هزيلة، ومهاجموها كثر، ومن يقدمون مشاريع بديلة عنها أكثر. عارف وطنية إيه يا أخي؟ الخلافة حلوة، الخلافة أحلى بالوطنية. أنت كافر وطني. أولا، ما هو تعليقك على حديث معالي وزير الإعلام الأردني السابق صالح القلاب عن تهالك مؤسسات الإعلام الرسمية وعن فقدانها لمصداقيتها؟ هذا أولا. ثانيا، ما هي تصوراتك لإحياء الفكرة الوطنية عربيا؟ تفضل. أول حاجة طبعا وجه له التحية الدكتور صالح، طبعا هو أستاذ لنا جميعا يعني، وبالتأكيد يعني يمتلك من التجربة والخبرة ما يميزه يعني عنا وعن الآخرين. لكن يعني عندي ملاحظات أو تحفظ على ما أدلى به. الإعلام الصادق والإعلام الكاذب هو يعني ميزان أو معيار خاطئ، لأن وسائل الإعلام الإسرائيلية اللي يتحدث عن صدقة ليست صادقة، هي فقط تجيد الكذب، ونحن فاشلين في الكذب. يظل كلامه صحيحا، تصور؟ نعم. لأنه على الأقل أنت ستذهب إلى من يجيد الكذب. المهم يعني، فبالتالي الوسائل الإعلام الآن حتى الغربية أو فروعها وملحقاتها اللي يعني بلباس عربي، هي قنوات يعني تجيد الكذب. الوسائل الإعلامية أيضا من حيث الاستقلالية لا توجد وسيلة إعلامية مستقلة. هذا عموما في العالم، في العالم كله دائما ممولة ومدعومة ولها أجندة خاصة. يعني تتم حتى استضافة خصوم عبر مبالغ مالية معينة، ويتم تسريبات أخبار تخدم مثلا مصالح من أسس وأنشأ هذه الوسيلة. كيف يمكن أن نخدم نحن مثلا مشروعنا إذا كنا لا نمتلك مشروع؟ وبالتالي هناك تخبط، لا توجد رسالة تصل للمواطن. يعني القناة الصبح ممكن تقدم برنامج، المساء تقدم برنامج عكسه تماما يعني. لأن المذيع في الصباح مختلف عن المذيع في المساء، وكل واحد يضع يعني بصمته الخاصة وليست بصمة القناة. دائما طبعا يوجه اللوم على وسائل الإعلام في زمن الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بأنها يعني وسائل إعلام كاذبة، ولكن الإعلام الحربي أو الإعلام اللي يحدث يعني في زمن الحروب مختلف عن الوضع في الأيام العادية. أحيانا يعني يتطلب أن يخرج الناس في مظاهرات للشارع، أو يخرج مثلا أو يقوموا بعمل معين تتحرك الإعلامية. لكن ممكن التقييم والتصنيف الآن بعد 50 سنة أن نقول أنها يعني كاذبة وأنها يعني غير صحيحة، لكن في زمنها بمنظور اللحظة نعم قامت بوظيفتها. صح. ولو ان الكذب يظل كذبا معالي الوزير. لا معلش، المعركة يجوز فيها الكذب. حتى الصلح بين الزوج والزوجة يجوز فيه الكذب. صحيح. أو بين الأصدقاء، أو في لهزيمة الأعداء. يعني إذا عندك أنت 1000 جندي تقول عندي 10,000. أحسن طريقة سمعتها أنا حتى الآن تلطفا في التماس العذر لإعلام عبد الناصر، والله ولعلني أقبلها أنا عقليا كده يعني. لكن هذا واقع يعني. أنت لما تدخل معركة إذا كان عندك مثلا 1000 جندي ممكن تقول 10,000 حتى مثلا ترهب العدو أو حتى ترفع حماسة الجنود يعني. ولكن يظل يعني مثلا هامش المساحة أو هامش المسموح به من المبالغة أيضا يعني لازم يكون معقول يعني. الآن إذا ما كنت أنت مسؤولا عن إعلام دولة،
كيف ستديره؟ هل ستديره بمنطق التعبئة والتجييش والحشد، ولا بمنطق دع ألف زهرة تتفتح ودعنا نكتسب مصداقيتنا مع الشعب عن طريق الموضوعية والصدق والاحترافية؟ نعم. شوف الآن يعني وسائل الإعلام أنا كما أخبرتك يعني عندما تنشأ أي وسيلة إعلامية سواء كانت قناة فضائية أو صحيفة مقروءة أو مثلا راديو، يجب أن يكون لها يعني برنامج وهدف من الإنشاء. أيوة. فما هدف الحكومة من إنشاء هذه القناة؟ مثلا نقل الأخبار فقط. نعم. فبالتالي يطلب منها نقل الأخبار. وحتى نقل الأخبار أحيانا في أخبار مثلا تمس الجانب مثلا الأمني أو الجانب الأمن القومي أو الأمن الصحي. يعني مثلا أحيانا ينتشر فيروس ما مثلا في مدينة معينة لا سمح الله داخل مصر داخل ليبيا ويطلع بيان تكذيب حتى لا تحصل فوضى اجتماعية. صحيح. وممكن يجي يعني مصور هاوي يصور الانتشار ويصور مثلا مريض ويسبب ضررا كبيرا ويثبت أنك كاذب. لكن في حقيقة الأمر مسؤولية الدولة ومسؤولية الكلمة لا تسمح لك أنك يعني تنقل كل خبر. يعني أنا عايز أقول لمعاليك أنه برغم أن احنا يعني استغرقنا أكثر من ساعتين إلا أنه أنا ما تزال لدي أسئلة وما تزال لديك إجابات إن شاء الله، وهذا أمر مدهش الحقيقة. ويعني الحقيقة شرفنا بك مع المزيد، ولولا أن الظرف أليم في مصر محروسة زي ما سعادتك بتوصفها كانت سعادتنا هتكتمل. لكن هنعمل إيه؟ احنا في حالة حرب، وهذا ما ينبغي أن يعيه الناس. نحن الآن في حالة حرب، وكما قلت لكم الاصطفاف مع المؤسسة العسكرية والمؤسسة الشرطية في مصر رغم إدراكنا بأن هاتين المؤسستين تماما كالشعب الذي أفرزهما فيهما نواقص وعيوب ولمسات ووجوه من القصور هنا وهناك، لكن الاصطفاف معهما هو الموقف الوطني الوحيد في هذا الظرف الذي نعيشه الآن. غير كده خيانة. والله الواحد بيقولها لله وللوطن مش لأي حد تاني. أنا شاكر جدا ليكم مشاهدينا الكرام. رحم الله الشهداء. الحقيقة رحمنا الله ببركة الشهيد، وشفى الله المصابين، وأخزى الله الإرهابيين. وشكرا جزيلا لضيفنا الكريم الذي أنهكناه وأرهقناه معالي وزير الإعلام والثقافة الليبي معالي عمر القويري. شكرا جدا معالي الوزير. شكرا لك. إلى اللقاء مشاهدينا الكرام.